طالعة في الدروج كتجري، هزة قفطانها بإيديها باش ما يعكلهاش، والإيد الأخرى شادة بها نقابها. وقفات قدام الباب لثواني كتهض نفسها وتقد قفطانها، ودخلت متجهة للكوزينة عند أمها. صوت حديث النسا في الصالة الكبيرة مسموع وطاغي على صوت الطرب الأندلسي اللي مطلوق. ريحة العود مالية المكان، وذاتو جمال وبهجة. عرس مغربي في دار متكونة من جوج طوابق، الطابق الأول فيه العيالات والطابق الثاني فيه رجال. بنات وولاد كيجريو ويلعبوا في الارجاء، عيالات بقفاطنهم بارزات وبالذهوبه مزينات، جالسين في صاله كبيره وعريضه مفرشه بالتقليدي الاصيل. دخلوا السربايات متابعات بصينيات اتاي والحلوى والفاكهه بانواعها. لقات امها حليمه كتقاد كمان قفاطنها الذهبي باش تمشي للصاله وتعاود ترحب بالحاضرين. دخلت عندها وهزت نقابها وابتسمت. حفصه قالت ليها راها قريبه توصل. حليمه كتقد حجابها قالت ليها الله يرضي عليك، عبد الله باقي لتحت. حفصه مدات ايدها وهزت الحلوى كتاكلها وقالت ليها قال غيتسناهم حتى يجيو. جات عندهم فرح بقفطانها اللي قرونه مطروز بالذهبي وحجاب في القرونه. هي اخت حفصه الكبيره، هزه ولدها ووقفت كتعطي لولدها يشرب. قالت ليهم خالتي باقا معطله. حليمه جاوبتها قريبه تجي، يمكن ما خرجوش بكري. فرح ابتسمت وقالت لها هكاك الله يوصلها على خير. حليمه قالت لها امين. فرح حطت ولدها وشافت في حفصه وهي تقول لامها حليمه ماما بنتك مازال ما دخلت تسلم على الناس. حليمة شافت في حفصة وبلا ما تهدر. حفصة ضحكت وقالت ليها وغير بغيت ندخل معاك وصافي. حليمة تقدمتهم باتجاه الصالة وقالت لها زيدي زيدي الله يهديك. حفصة عضت شفايفها وقالت لها آمين. دخلوا للصالة وحليمة كترحب وتعاود بابتسامة من القلب. جلست حتى عروستها وامها كيتبادلوا أطراف الحديث. موراها فرح اللي رجعت لبلاصتها حتى عمتها، اما حفصه عاد كتسلم حشمانه. في الاخير جلست حتى بنات عمها كيدردشوا وعيون العيالات عليها. نعرفكم على البطره ديالتنا اللي سميتها حفصه، عندها 24 عام، بنت زوينه بجمال هادئ وبملامح عربيه اصيله. عيونها كحل ورموشها طوال، شفايفها ورديه ولون بشرتها اسمر. لابسه قفطان في الشيبي البارد مطروز بالبيج، ولابسه حجاب في البيج وشربيل في نفس اللون، ونقابها الاسود في يدها مع تليفونها. بعد دقائق جابوا البنات البنادر والطعارج وعطاوهم العيالات وبداو يغنيو، والبنات وسط الصاله كيشطحوا. نوضوا العروسه وداروا عليها عائلتها كيشطحوا معاها فرحانين بها. حفصة في بلاصتها كتصفق وتبتسم. حاولت معاها بنت عمها تنوض تشطح مي ما بغاتش حيت ما كتعرفش. صونت التليفون في ايدها، كان خوها عبد الله اللي عيط ليها. خرجت من الصاله ولبست نقابها وهبطت في الدروج فرحانه حيت عرفت خالتها وصلت لتحت لقات خالتها عاد هبطت من الطوموبيل وراجلها كيسلم على عبد الله. مشات عندها كتعنق وتعاود عزيزه عليها، اما راجل خالتها سلمت عليه غير بالكلام زعما. شدت الكادو من عند خالتها كتهضر معاها وتضحك. كانوا غاديين داخلين حتى وقفت الطوموبيل تانية. هبط منها رجل في الثلاثينيات من عمره، ومرا كبيرة في العمر هزة ولد صغير في ايدها. كانت لابسة جلابة مطروزة وحجاب، وبنت معاهم بنت في العشرينيات لابسة قفطان. الراجل خدا الولد من عند الام ديالو وابتسم اللي شاف عبد الله اللي بدورو ابتسم ليه ومشى يسلم عليه ويرحب بيه. وقفوا قدام الدروج هو وعبد الله. راسو بنت ليه حفصه طلعه وهي وخالته هو يعيط ليها. عبد الله بهدوء حفصه. حفصه دارت تشوف فيه وهي تسكت. عبد الله رفع شويه صوته قال ليها قولي الوالده تنزل دابا. حفصه وبلا ما ترد البال مشاو عينيها للشخص اللي واقف حتى خوها. قلبها نبض بقوه حتى سمعت صوته في ودنها. رمشات عينيها بسرعه ودارت كملت طريقها وجاوبت خوها بصوت خافت قالت ليه واخا. ما حساتش برجليها وهي كتطلع دوك الدروج، ولا سمعت خالتها اش كتهضر شنو كتعاود ليها. بالها مشغول في اللي شافت وكتقول مع راسها واش هو ولا ماشي هو، ولكن هو اش كيدير هنا. استغفرت الله ونعلت الشيطان وقالت يمكن تشابه ليها لا غير. دخلوا للدار وعيطت لامها اللي نزلت بالخف. طلعت مع هذيك المراه والبنت كترحب فيها وتعاود. دخلتهم للصاله اللي كانت نايضه فيها الشطح والزغاريت. جلست معاهم شويه ونضت. كانوا وقفت في بيت حفصه اللي تحطوا فيه باليزه خالاتها واختها وعماتها. البيت عمر مي كل حاجه في بلاصتها. حفصه اللي كتشوف امها بغات تسولها وما عرفتش كيفاش تبدا ليها الهضره.
حفصة قالت ليها: ماما شكون هذيك المرا اللي جات؟ حليمة كتهز الكادوات كتديهم لبيت العروسة ولدها. قالت ليها: هذيك الحاجة خديجة، عبد الله كيعرف ولدها يعني صاحبه وعرض عليهم. قالت ليها: اه. حليمة اشارت ليها لباقي الكادوات، قالت ليها: جيبي هادوك نديهم لبيت خوك نحيدوهم من هنا. حفصة هزتهم قالت ليها: واخا. قالت ليها: امتى غنحطوا العشاء؟ حليمة كانوا غاديين البيت قالت ليها: شي شويه، لا كان فيك الجوع غير سيري كولي. حفصة ابتسمت قالت لها: يخليك ليا العمر. حليمة ابتسمت قالت لها: امين ويسهل عليك بولد الناس. حفصة تزنقت وقالت بهمس: امين. كملوا وسدوا البيت ورجعوا للصاله، لقاوهم حبسوا من الغنا والشطيح ورجعوا للهضره والضحك. حفصه اللي جلست حدا اختها كتلعب مع ولد اختها حطاتو على ركابها وكتهرو وكتهضر مع اختها. وفي الجهه اللي مقابله معاها كانت جالسه الحاجه خديجه مع بنت اختها، وهاد الاخيره ما حيدتش عينيها على حفصه. هدى بهمس قالت لها: خالتي شوفي. قالت لها الحاجه: شنو؟ هدى كتهضر حتى ودنيها قالت لها: ديك البنت اللي مقابله معانا هي اللي كانت لابسه النقاب، شوفي شحال زوينه. الحاجه خديجه شافت في حفصه وعوجت فمها وقالت لها: ماشي شي زين. هدى قالت لها: كاع اللي كيديروا النقاب زوينات، واقيلا حتى انا نديرو. الحاجه خديجه هزت فيها عينيها وقالت لها: شلا. هدى ضحكات وقالت لها: فكرتك في نسرين. جاوبتها الحاجه خديجه وهي عاقده حواجبها: قلت لك ما تبقيش تجبدي سميتها. هدى ابتسمت ابتسامه صفرا وقالت لها: صافي صافي. شدت ليها يدها وقالت لها: تقلقتي؟ جاوبتها الحاجه قالت لها: لا. هدى كتدور عينيها في العيالات وفي الفراش، قالت لها: اجي فين كيعرف حمد هاد الناس؟ الحاجه خديجه شربت من كاس هاد اتاي وقالت لها: هذا عرس خو داك الولد اللي طلق علينا في التحت، عبد الله، وهو صاحب احمد. هدى قالت لها: اه فهمت. رجعت نظرتها لحفصه وقالت لها: والله حتى زوينه. الحاجه خديجه نطرت يدها وقالت لها: سيري جلسي حداها احسن، وبقيت شوي فيها النيت. هدى ابتسمت ورجعت شدت ليها يدها، قالت لها: خالتي ما تزوجينيش لحمد. الحاجه خديجه ضحكت وقالت لها: لا كتاب، كنت ناويه نهضر معاه عليك. هدى خرج القلوب من عينيها، قالت لها: حلفي حلفي. بس ليها راسها وقالت لها: لا يخطك عليا. الحاجه خديجه كتضحك وفرحانه وقالت لها: تبتي تبتي يا الهبيله. هدى عضات شفايفها ورجعت شعرها ورا ودنها، قلبها كيضرب بالجهد، قالت بهمس: يا رب. حفصه اللي كانت هزه ولد اختها لصق عليها وقال لها: والو تديني عند بابا. نط الكوزينة هزة صفوان اللي كيعاود حاجة وحدة: ديني عند بابا. حفصة دخلت الكوزينة وقالت لفرح: ماما فرح ولدك باغي باه. فرح كتحط الكيسان المنظف البلاطوات، وقفت وجبدت تليفونها قالت لها: بلاتي نصيفط ميساج لمحمد غيخرج عندك وطلعيه ليه. حفصة بدهشة قالت لها: انا. فرح شافت فيها وقالت لها: وشنو راني ما مسالياش ومحمد ما يهبطش لهنا. حفصة بغات تحط صفوان ويلصق عليها قالت لها: ما نقدرش. حليمه قالت لها: واش فيها الصاله ديال الفوق ما مقابلاش مع الباب، ما غيشوفك حد، وعاد راك دايره النقاب. حفصه قربت تبكي قالت لها: ولا خرج شي واحد عافاك ما نقدرش. شافت في صفوان وقالت لي: حبيبه تبقى مع ماما. صفوان زقر عليها وحرك راسو بغات تحط صفوان باش تلبس النقاب ما بغاش، وقالت الفرح تجي تقادو ليها. فرح نطقات قالت لها: زوين الصراحه هاد النقاب. حفصه ابتسمت قالت لها: بزاف. جاوبتها: واقيلا حتى انا نديرو. جاوبتها حفصه: علاش لا، بحالو بحال الحجاب خاص غير القناعه. فرح قالت لها: داكشي اللي كاين. حفصه قالت لها: ودابا ما غتشديش ولدك؟ فرح ضحكات قالت لها: ما ولديش. حفصه شافت في صفوان اللي كيشوف فيها بعينين القطه وبقى فيها، وقالت لها: شي نهار غناكلو من كثرة ما هو كيوت ما شاء الله. فرح ابتسمت بافتخار وقالت لها: واشنو راه كان ولد غير الزين. حفصه تمات غدا وقالت لها: يا قلتي ماشي ولدك. فرح بقات كتضحك. تمات حفصه طلع الطابق الثاني، قلبها باغي يسكت، ما كرهتش تلاقى بشي واحد من خوتها ولا باها في نفس الطريق وتعطيه ليه وترجع. وكمل عليها صفوان اللي كل شويه يهز ليها النقاب ويضحك، تقول ليه رصا ما كيسمعش. وصلت للباب وطلقات قفطانها اللي كانت هزاه، وشدت نقابها اللي يهز ليها صفوان تاني. دخلت لداخل اللي فيه مراح صغير وكتسنى محمد يخرج من الصاله اللي عامره بالرجال، صوتهم مسموع وريحه العود فايحه بالجهد. بقات واقفه تما شي 2 دقايق وخايفه يخرج شي حد، وصفوان فقسها بابا.
جات تحطو باش يدخل وهو ما بغاش يطلق منها. يلا كانت راجعه لتحت حيت ما بانش محمد، حتى سمعت شي حد كيلبس الشربيل. دارت ولقاتو هو النيت، جا لعندها وخدا ولدو ودخل. هي عاد ارتاحت وبغات طير تهبط، حتى كيوقفها خوها كريم اللي هو العريس، وقالت شدها مسكينه البكيه. كريم قال لها حفصه الله يرضى عليك دخلي سيقي معاك الحمام، راه دخلوا ليه الدراري الصغار ورونوه. حفصه ما قدرتش تقول ليه لا، وقالت ليه ولا جا شي حد. كريم ابتسم قال لها ما غيجي ليها حد، غير انت ما تعطليش. حفصه قالت ليه واخا. مشات في اتجاه الحمام وهزت قفطانها وبدات كتصيق فيها بالزربه. ما كملتش دقيقه حتى كرطت وجفت ورجعت كتشعل. غسلت يديها وخرجت فرحانه اخيرا غتهبط. تما تغدا حنيه راسها كتقد قفطانها، حليت كمش ليها في التحت حتى شافت يد صغيره شاده في قفطانها. شافت في صاحب اليد وكان ولد صغير وفنون. ابتسمت بريقه تحت نقابها حتى كيصدمها الولد بكلمه اللي قال ليها ماما. رمشات عينيها جوج مرات وضحكت بصوت خفيف. شدات يدو الصغيرة وقالت بصوت منخفض باش ما يسمعوهاش الرجال: انا ماشي ماما. الولد الصغير بقى كيشوف عينيها وضحك بلا طافة ومد ليها يديه باش تهزو، قال لها هزيني. حفصة ابتسمت برقة ووقفت هزاتو لعندها، دورات عينيها في المراح ما بان ليها حد تما، وقالت بلي خرج بوحدو من الصالة. رجعت كتشوف فيه وعينيها كيلمعوا، كتحمق على الدراري الصغار. قالت ليه شنو سميتك؟ الولد الصغير عينيه في القهوي الغامق، رموشو طوال وبشرته بيضة، خدودو حمر ونيفو شفايفو صغار، طبيبيز شوية وقريب يكمل 3 سنين. قال ليها عمران، عينيه مرة في عينيها ومرة على النقاب. حفصة يلا غتجاوبو حتى سمعت شي حد خارج من الصالة. ما بغاتش الدور حيت حشمات، بغات تهرب ما عرفت كيف دير والولد في يديها. عمران اللي شاف شكون خرج ضحك ببراءة وقال بابا. هي جمدت في بلاصتها ما قدرتش تدور ولا حتى تحرك، سقلات. احمد رجل في الثلاثينيات من عمره، الشيب كسى معظم خصلات شعره، الحيث متراسية وعينيه قويين وشفايفه حمرين، بشرته بيضة وملامحه هادئة وكذلك شخصيته. هو شخص وقور ومحترم وأخلاقه كيعترفوا بها قاع اللي عارفينه. هو شخص متدين وعارف بينه وبين الله. كان خارج كيقلب على ولده اللي ما عرفو امتى خرج من الصالة، حتى شاف امراه هزاه، ما طولش فيها الشوفة ودغيا حنا عينيه ووقف ما عرف ما يقول. حس بها درت لعندو وسمع عمران كيعيط ليه، هز عينيه كيشوف عمران اللي مد ايديه في اتجاهه. ابتسم بلطف وخدها من عندها بلا ما يشوف فيها ولا حتى يفكر في هذا الاحتمال. حفصة اللي كان قلبها كيضرب بجنون اول مره تحط في هذا الموقف، عرفت واقف وراها وما قدرتش هو ما قدرش يقول والو. عضت شفايفها ودارت لعندو بلا ما تشوف فيه، بغات تمد ليه ولدو وتغبر من قدامه. عينيها كانوا على عمران اللي كيضحك لباه، خانوها عينيها ومشاو في اتجاه الشخص اللي واقف قدامها. تصدمات ورجفات من خوفها، قلبها حست بيه وقف وهي كتشوف فيه قدام عينيها. دابا تأكدت باللي هو. شفايفها رجفوا وايديها ترعدوا، كل ما كانش هو شاد عمران كنت لقاتو. ما كانش كيشوف فيها ولا هز عينيه جهتها. كانت بضعة ثواني فقط وهي كتشوف فيه، غير حست بعمران ما بقاش بين ايديها. دارت دغيا وهبطت في الدروج كتجري، صدرها كيطلع ويهبط. دخلت البيت بالجرة، مشات لبيتها بلا ما تشوف حد، سدت الباب موراها وهزت نقابها من على وجهها. كتحاول ترد النفس حيت ما متيقاش باللي هو هنا، حبها الاول كيف كتسميه. شفايفها تيرجفوا وايديها كيترعدوا وحاسه برجليها ما قادينش مازال يهزوها. تحركت في اتجاه السرير وجلست حاطه يدها على قلبها. تحل الباب البيت ودخلت فرح كتشوف فيها مستغربه. فرح قربت عندها وقالت ليها مالكي شفتك داخله كتجري شنو وقع؟ حفصه بهمس كتشوف في عينين فرح قالت ليها هو هنا. فرح هزت حاجبها وقالت ليها شكون؟ حفصه بلعت ريقها قالت ليها عقلتي ملي عاودت لك على داك اللي ركب في الطاكسي اللي وقفت؟ فرح ما فهمت والو قالت ليها لا شكون هذا؟ حفصه نبض قلبها كتسمعو في ودنيها. قالت ليها هاد الشيء قبل عامين ملي كان عندي امتحان في لافاك وكنت معطله، هاد الشيء قبل ما ندير النقاب عقلتي؟
فرح حركت راسها وقالت ليها داك خونا اللي خدا الطاكسي اللي وقفتي ومشى عليك الحال، وملي مشيتي لافاك لقيتيهم اجلوا الامتحان. حفصة تنهدت وقالت ليها هذاك. فرح كتشوف فيها وقالت ليها وانتي باقا عاقله على الصدفه وقعت هادي عامين. حفصة شدتها البكيه، قالت ليها ما عرفتش كيفاش بقى لي في بالي وما قدرتش ننساه. شدت ليها ايدها وقالت ليها جوج مرات شفتو وجوجهم صدفة، ما عرفتش امتى وكيفاش لصق في ذكرياتي. عمري حسيت هكا، كل مرة كنتفكرو قلبي كيضرب بالجهد. عجبني صوته وطريقة كلامه وكيفاش ما كيهزش عينو. حركت راسها بلا وقالت لها تيقيني لا قلت لك عمري فكرت فيه بشي طريقه حرام ولا قلبت عليه. المرات اللي شفتهم فيه كانوا صدف وبيناتهم ايام كتار، لكن ما قدرتش نمحيه من بالي. فرح ابتسمت ابتسامه صغيره وقالت لها والمره الثانيه فين شفتيه؟ حفصه دموعها قرب يطيحوا، الرجفه بقى في صوتها وفي يديها. قالت ليها بعد ما درت النقاب كنت راجعه من لافاك انا وصاحبتي عابر، وفي الطريق وقفنا ناخدو الماء من الحانوت وكان تما. عضات شفايفها وكملت هضرتها. عرفتي ملي شفتو ما تيقتش راسي، بقيت غير كنتخايل، لكن كان هو. شافت في عينين فرح وقالت ليها ما طولتش فيه الشوفة دغيا حنيت راسي، لكن مجرد فكرة انه كان قدامي واني كنسمع لصوته كانت كتخلي قلبي يبغي يوقف. ما عرفاش سميتو ما عرفه عليه والو، ولكن هو سكن قلبي. زيرت على يد فرح وكملت هاد الشي ماشي حرام ياك؟ فرح حطت يدها على حنكها وقالت بهدوء الحب والاعجاب ماشي حرام، وحتى واحد فينا ما كيتحكم في قلبه. ما كنختاروش شكون نبغيو وشكون يبغينا، ويمكن القدر جمع ما بيناتكم. في اللي كتسميه انت صدفة سبب معين يمكن يكون هو نصفك الثاني. حفصة ضحكات بلطف وقالت ليها هو مزوج. فرح خرجت عينيها وقالت ليها باش عرفتيها؟ حفصة رمشت عينيها وابتسمت شفتو مع ولدو قبيله. فرح ضحكت وقالت لها هي غياخدك ضرة. حفصة ضحكت بصوت مسموع وهي تعنقها، قالت لها شكرا حيت سمعتيني، ارتاحيت ملي عاودت لشي حد. فرح ابتسمت قالت لها انا ديما كاينه باش نسمعك، ودابا اش قلتي نخطبوه لك على الزوجه الثانيه؟ حفصه بعدت عليها وحركت راسها لا انا كافيني هاد المشاعر ويمكن ننساهم شي نهار، وهو الله يكمل عليه بالخير مع مرته. فرح وقفت وقالت لها امين ويسهل عليك بولد الناس. حفصه حيدت النقاب حطته وابتسمت بخجل وقالت لها امين. تحط العشاء وتجمعوا العيالات على الطبالي، والكلام والنقاشات حاضرين وهما اللي مزينين كل طبلة. كلاو الرجال وكلاو العيالات وبداو بعض من الناس كيمشيو، لكن الصالات باقيين عامرين. تفرق اتاي مرة اخرى واللي بقاو كانوا من العائلة والاقربين. الجماعة عاد حلات واصوات الضحك تعالات. العيالات مرة اخرى سخنوا الطرح وبداو بالتطبل والغنى، وناضوا البنات كيشطحوا ونوضوا معاهم حتى الكبارات. مظاهر الفرحة باينة وواضحة في ابتساماتهم النقية. نضت هدى حتى هي كتشطح وتلوز، والحاجة خديجة كتصفق ليها وتبتسم فرحانة ببنت اختها. حفصة اللي كانت هازة تليفونها كتقرا رواية ما هياش هنا، ملات وجهها النعاس ما بغاتش تنوض وتخلي المجمع باقي. للحظة تفكرت بوجهه قدام عينيها وكيفاش كانوا عينيه لامعين وهو كيشوف ولدو يبتسم ليه. ترسمت الابتسامة على شفايفها، تفكرت كيفاش ناداها عمران بماما وذات ابتسامتها سعادة وإشراق. مشاو نظراتها للحاجة خديجة، عاد غتحقق فيها وقالت في دماغها باللي هو ما كيشبهش ليها. رجعت عينيها على تليفونها لقات ميساج من عند خوها كريم باللي هو في الباب. نطلع عنده ولقاتو هز عمران بين يديه. استغربت وتفاجأت، عاد كانت كتفكر فيه. كريم مدو ليها وقال لها ما بغاش يجلس مع باه ديه لجداتو ياك عرفتيها. حفصه شداتو من عنده وابتسمت وقالت لي كريم كيشوف عمران دغيا بغا يمشي عندها، هو يقول لها نوال اللي هي عروسته حيت كريم راه هو العريس. سولها قال لها دخلت لبيتها. حفصه ابتسمت وقالت ليه لا نوضوها تشطح. كريم حنا راسو حشما قال لها سيري دخلي. حفصه ضحكت وقالت ليه واخا وسير انت طلع. كريم شاف فيها وضحك لضحكتها، قال لها هاني غادي وطلع كينقز الدروج. دخلت حفصه كتضحك على خجل خوها الواضح، غدا كتشوف في عمران شحال زوين وكتقول تبارك الله بينها وبين نفسها. بس شوف حنكو وضحك ليها ببراءه. مشات للصاله كتقلب على فين جداتو،
لقاتها كتشطح هي والبنت اللي جات معاها. بقات واقفه حتى تجلس وتمدو ليها. رجعت نظراتها لعمران اللي حط يدو على الصغيره على حنكها، الشيء اللي خلاها تبتسم ليه. حفصه قالت ليه انا سميتي حفصه. عمران ما عرفش ينطقها وقال لها حفشه. حفصه ضحكات وقالت ليه وعاودت باتو في حنكو. ومع بعدات شفايفها من على حنكو وقفت عليها هدى عقدة حواجبها. جرات من عندها عمران بالجهد وخلاتو يتخلع والدموع تجمعوا في عينيه. هدى بعصبية قالت لها شكون عطاه ليك. حفصة استغربت من طريقة هدرتها، رمشت عينيها وجاوبتها بهدوء. قالت لها عطاه لي خويا، ما بغاش يجلس عند باباه. هدى مزيرة على عمران تكتطلع وكتهبط في حفصة. هضرات بعصبية وكتغدد وعلاش ما عطيتيهش لينا، بقيتي شاداه، لاش بغيتي توصلي، لاش بغيتي توصلي. حفصة شدت هاد الضحكة من كلامها وقالت لها ها. قطع حوارهم بكاء عمران اللي بين يدين هدى. هو من ديما ما كيحملهاش وما كيبغيش يبقى عندها. بدا يمد يدو لعند حفصه، مي هدى مزيره عليه ما بغاتش تخليه وكتخنزر في حفصه. غير حشمات اما تمد يدها عليها. الغنا وقف وكلهم كيشوفوا جهه صوت البكا د عمران. شافتو الحاجه خديجه وجات بسرعه خداتو من عند هدى، كتسكت فيه وكتخنزر فيها. مومو عينيها حفيدها عارفه ما كيحملش يجلس عند بنت اختها. حفصة شافتو عند جداه ومشات جلست في بلاصتها وكتعجب من ردة الفعل ديال هدى. العيالات رجعوا جلسوا، شي كيهضر هنا وشي لهيه. خديجة جلست شاده عندها عمران وكتطبطب على ظهره، نافخه نفها للسما. دورات وجهها كتشوف هدى ولقاتها حاضيه حفصة. الحاجه خديجه قالت لها واش هي اللي جابت عمران. هدى عوجت فمها وقالت لها قال لك عطاه ليها خوها. الحاجه خديجه قالت لها ومالك باغا تطرطقي. وهدى قالت لها ما حملتش نشوفها هزاه. الحاجه خديجه ضحكات وقالت لها عاد كان عجبك زينها. وهدى زفرات بعصبيه وقالت لها ما عجبنيش. الحاجه خديجه جاوبتها وقالت راه قلت لك كاع اللي كيديروا النقاب الفعات يضروا بولاد العيالات. هدى شافت فيها وما عرفت باش تجاوبها، هبطت عينيها لعمران وابتسمت عطيه ليا نهزو. الحاجه خديجه خنزرات فيها وقالت ليها عارفه ما كيبغيكش باغا تبكيه تاني. وهدى ضحكت ضحكه صفراء وجمعت يدها وقالت لها لا. عمران كان كيلعب بالزواقات اللي في جلابه جداتو، دور عينيه في الصالون وهو يشوف حفصه اللي جالسه قبالته مبتسم ببراءه. حفشه هز راسو كيشوف جداتو ناعت ليها على حفصه وكيضحك. حفشه. الحاجه خديجه كانت كتبتسم ليه حتى شافت فين كيناعت وهي كتمشي للابتسامه وزيرات عليه عندها. عمران شافها ما داتهاش فيه وكتهضر مع هدى وتملص من بين يديها ومشى عند حفصه كيضحك. حط يديه على ركابها وقال لها حفشه. حفصه ابتسمت من كل قلبها وهزاتو عندها، ما تسوقاتش لجداتو ولا الهدى، هو اللي جا عندها. حطاتو على فخذها وكتلعب معاه وقالت ليه عمران الفنيون. فراح جلست حداها وكتشوف عمران شكون هاد الولد. حفصه شافت فيها بلا ما تقول والو، فراح خرجت عينيها وضحكت قالت لها لا ما تقوليهاش. حفصه قالت لها ولدو هو اللي جا عندي. فراح دوزت يدها على شعر عمران وقالت ما شاء الله زويون فين ماماه. حفصه كتلعب بيدين عمران قالت لها راها قدامنا هي وجداتو. فراح شافت في الحاجه خديجه وهدى لقاتهم كيخنزروا فيهم. قالت لها ديك اللي طرقه شعرها. جاوبتها حفصه فراح كتشوف عمران قالت لها كاع ما كيشبه ليها وقيله ماشي مو. حفصه بهمس قالت لها حتى هو ما كيشبهش لمو. فراح قالت لها هيتا مالهم كيخنزروا فيك. حفصه هزت راسها شافت فيهم قالت لها ما نعرف وقيله ما بغاونيش نهز ولدهم. فراح ضحكت وقالت لها تقول غينوضوا ينتفوك. حفصة رجعت نظراتها لعمران اللي شد وجهها بين يديه وكيضحك. ابتسمت وهي تثوب الفرح على صفوان. فرح جاوبتها قالت لها راه نعس عييت ما كرهتش ندخل نعس مهدوده. حفصة قالت لها حتى انا خالتي غتبات. قالت لها لا خلي غدا خدام غادي يمشيو. حفصة شافت فيها وقالت لها كنت باغاها تبقى باقي ما شبعت منها. فرح قالت لها حتى انا سيري عندها انتي. حفصة قالت لها حتى هذه فكرة ان شاء الله نمشي عندها.
الحاجة خديجة بغات تطرطق وهي كتشوف حفصة كيفاش شادة عمران وكتضحك ليه. ما كرهاتش تنوض ليها ولكن ما بغاتش دير شوها. جبدات تليفونها وعيطات لأحمد وقالت ليه يمشيو. وداكشي اللي كان. اصلا الصلاة بدات كتخبى والناس مشاو لديورهم. ناضت هي الاخرى مشات خدات عمران وهي كتضحك الضحكة الصفرا وهبطت مع الدرج وهدى تبعاها. اما حفصة فنات هي وفرح يسلموا على خالتها اللي غدا خارجه باغا تمشي. ما سخاتش بيها. مشات لبست نقابها وبقات غتهود معاها لتحت. هبطه شاده ليها في يدها وكيتعاودوا بالهمس. هبطوا للباب الدروج. لقاو راجل خالتها واقف كيهضر مع باها ولقاتها مزيه باش تشد خالتها مازال بالهضره. ما هي الى دقائق معدوده حتى تودعت معاها. بقات واقفه كتشوف فيها كتركب الطوموبيل. ضم يديها عندها مع كل البرد. حتى لح عليها كريم الجاكيت وعنقها عنده جنب. دورت عينيها لفين واقف عبد الله مجمع. ضرب قلبها المرة اللي مليون. وكيف ديما ملي كتشوفو واقف. شافتو مع احمد اللي كان هز عنده عمران اللي بدا يديه النعاس. نسات خالتها وبقات حاضيه احمد كيفاش كيضحك ويهدر. رمشات عينيها بسرعه وحولت عينيها لعمران اللي بدورو لمحها. وهز راسو من على كتف بابا وضحك وهو كينعت ليها حفشه. عبد الله شدته الضحكه لطريقه نطق الاسم ودار كيشوف حفصه اللي ما كايناش هنا. يعني هاد جمدهم اللي تلاقاو مع عينين حمد. حسات بالوقت وقف لمده طويله مع انها ما كانتش اكثر من ثانيه. حتى هبط كل واحد فيهم عينيه وغض بصره. هي قلبها بغى يسكت من قوه ما كيضرب. كترمش عينيها بالزربه وشفايفها كيترعدوا. تلاقات عينيها بعينيه. شاف فيها وهي كذلك. الرجفة تملكتها ومشاعر كثيرة تملكتها. فيقها من سهوتها صوت كريم اللي قال لها يلا نطلعوا راه مشاو. حفصة هزت راسها فيه وما قدرتش تنطق. حركت راسها بالإيجاب ومشاو. طلعت تبع خوها في الدروج وحاسه بالفشله والبكيه. قلبها على حاله كينبض بسرعه. بدات كتستغفر الله وتقرا القران في خاطرها. وشويه بشويه حتى تهدنات من الحاله اللي كانت فيها. دخلت لبيتها ولقات اختها نعسات حدا ولدها. مشات للبلاكار جبدات بيجامتها وبدلت حوايجها ويديها باقيين كيرشفوا. وحاسه بقلبها عند فمها. وكرشها ضراها من التوتر والخوف اللي حاسه به. مشات للحمام توضات وخرجت تصلي 2 ركعات. كيف اي مؤمن ملي كيحس بالضيق او التوتر وما كيكونش عارف راسو اش يدير كيستعين بالله وكيلتجئ ليه. يلتجئ للي بابه مفتوح دائما في وجه العباد. كتصلي بخشوع وكاع التوتر والخوف ما بقاوش. بحال دخلت العالم خاص بها. عالم فيه هي وربها. كتخلص من جميع هموم الدنيا وهي بين يدي الرحمن. سجدت كتدعي لله انها ما تكونش كدير شي معصيه ولا شي ذنب وكتطلب المغفره والسلوان من خالق الكون. صلات 2 ركعات وبقات جالسه كتقرا القران بصوت خفيف باش ما تنوضش ولد اختها من النعاس. كتقرا بتجويد عذب وبتدبر في ايات الرحمن. قلبها ارتاح وانسهم وانتعش بكلام الله. سدات المصحف وجمعت السجاده ورداتهم بلاصتهم. حيدات العبايه والحجاب والتقاشر وتخشات في سريرها. عنقت مخدتها وغمضت عينيها بعد ما قرايت آيات الكرسي ونعست بسهولة وبلا ما تفكر في حتى حاجة أخرى. جا الصباح حلات عينيها وحيدت عليها الغطا وناضت. لقات أختها وصفوان فاقوا. دارت حجابها فوق راسها وخرجت. مشات للحمام. غسلت وجهها واتجهت للصالة. لقاتهم مجموعين على طبلة الفطور. باها وامها وخوتها وعيالاتهم واختها وولدها. لقات السلام عليهم وجلست كتاكل وكتسمع ليهم وكتضحك مع صفوان اللي حداها. حليمه كل شويه وتضحك مع عروستها نوال اللي حشمانه في اول نهار ليها في دار راجلها. حليمه كتكب اتاي قالت الحمد لله البارح داز كل شيء هو هذاك. توفيق اللي هو اب حفصه قال الحمد لله والشكر لله. حليمه ابتسمت وقالت ياك ما وصلكم صوتنا البارح. توفيق جاوبها بالله. قالت ليه الحمد لله انا قد غادي تنزل تقول لنا صدعتونا. توفيق بقى كيضحك قال لها لا لا حتى حنا كنا منوضينها. كريم شاف فمه وقال لهم عمي ابراهيم وعرفه في اي مجمع يجبد السياسه والاحزاب. حليمه ضحكت وقالت له اياه. عبد الله كيشوف حفصه وصفوان قال لها عمران البارح ارتاح ليك. حفصة شافت فيه وابتسمت قالت ليه ما شاء الله. حليمة حطت كاسها وقالت ليه شكون عمران. عبد الله قال لها ولد صاحبي حمد. حليمة قالت ليه حفيد الحاجة خديجة. عبد الله قال لها وكاعيت الحفصة حفشة. الحليمة والكل كل شي بقى كيضحك عليها. صفوان شاف حفصة كيضحك قال لها حفشة.
حفصة بقات كضحك قالت ليهم ايوا راه باقي صغير وما كيعرفش ينطق مزيان، ويمكن اول مره يسمع هاد السميه. عبد الله بقى كيضحك قال لها المهم حفشه. حفصه قالت لهم واش غتبقاو شادينها عليا دابا؟ كريم قال لها وشنو على لا حفشه؟ حفصه شافت في باها وقالت ليه بابا. توفيق كيشرب اتاي ويهضر بجديه قال لهم بعدوا ليا من بنتي حفشه. فراح طقات بالضحك وعينيها كيدمعوا بالضحك. حفصه كتاكل وكتضحك حتى هي. حليمه شافت في عبد الله وقالت ليه قول لي ماشي هو اللي مات ليه مرته؟ عبد الله بجديه واسف قال لها الله يرحمها. الكل قال امين. فرح بحزن قالت لها الولد باقي صغير مسكين. توفيق قال لها المكتب. فرح قالت ليه هي اللي جات معاه البارح مراته الثانيه. عبد الله قال ليه لا لا هذيك بنت خالته. حفصه طول الحوار مصدومه، شدتها البكيه ملي تفكرت كيفاش عيط ليها عمران ماما وكيفاش كان كيضحك ببراءه. ولد صغير باقي ما شبعش من امه وحنانها، ما حساتش حتى بداو الدموع يطيحوا من عيونها وكل شي شاف فيها. فرح مدت ليها كلينيكس قالت لها علاش كتبكي؟ حفصه شدته من عندها وكتمسح دموعها وبقات بصوت من نغنغ بقى فيا عمران صغير بزاف. حليمه قالت لها بنتي اللي وقع قضاء وقدر. حفصه بقات كتبكي وما جاوباتش. توفيق قال لها طلبي ليها الرحمه والمغفره واش كتعترضي على فعل الله؟ حفصه هزت راسها دغيا وقالت ليه لا حاشا. توفيق قال لها مسحي دموعك الله يرضي عليك. ما عاودتش معاه الهضره وحبست من البكا واخا قلبها ضرها على عمران. بقى فيها بزاف وبقات كتفكر فيه. كملوا فطورهم وناضوا جمعوا الدنيا. دخلت لبيتها كتفكر وساهيه حتى جات عندها فرح كتقلب على شي حاجه في ساكها. فرح قالت لها هو فين ساهيه راه كندوي معاك. حفصه عاد ردت ليها البال قالت لها نعم. فرح قالت لها فين ساهيه؟ حفصه قالت لها كنفكر في عمران. قالت لها الله يعوضو على امو. حفصه جاوبتها قالت لها امين يا رب انتي اشنو قلتي راه ما سمعتكش. فرح قالت لها غنهبط للقصر يا مور الغداء تمشي معايا؟ حفصه قالت لها واخا. في دار الحاجه خديجه مجموعين على طبلة الفطور، ما كيهضروش. احمد مجلس عمران حداه وكيعطيه ياكل، وعينين هدى عليه جالسه مقبله معاه مقاده حالتها الشعر والمكياج تقول غير عروسه، ساهيه فيه وتقول واش بغات تحشم وتنزل عينيها. حتى نغزتها الحاجه خديجه من تحت الطبله عاد حناتهم. الحاجه خديجه هزت البراد وكبت لي اتاي في كاسو. ايوا اولدي امتى غدير دارك؟ حمد ما شافش فيها وملاهي مع ولدو قال بهدوء داري غادي ليها دابا. الحاجه خديجه ضحكات وقالت ليه ماشي هكاك قصدت. حمد كيمسح لعمران فمو وقال لها واش قصدتي؟ الحاجه خديجه بلعت ريقها وكتشوف فيه. تزوج ودير مراتك في جنبك تقوم بك وبولدك. حمد شاف فيها وملامحو هادئين، ما تعرفوا واش معصب ولا لا. قال لها ناقشنا هذا الموضوع شحال هذا وقلت لك اش كاين. الحاجه خديجه هزت حاجبها وقالت لها وشنو غادي تبقى هكا؟ ولدك راه محتاج لي تعوض حنان مو وانت ما حيلتك للشغل الدار ما حيلتك لخدمتك وما بغيتيش حتى تسكن معايا. احمد نض وقف وهز عمران قال لها ماشي وقت هاد الهضره من بعد وندويو. الحاجه خديجه شدت ليه يدو قالت ليه الله يرضي عليك انا بغيت غير مصلحتك ومصلحه حفيدي. احمد متجه للباب قال لها عارف. الحاجه خديجه تبعه مبتسمه، هي غدير ليا خاطري وتزوج. احمد سد عينيه وحلهم وقال لها يكون خير. الحاجه بس عمران وحلت لهم الباب. الله يرضي عليك اولدي الله يبعد عليك الولاد الحرام. احمد بس ليها راسها وهبط مع الدرج وقال لها امين. الحاجه خديجه سدت الباب وابتسامه مرسومه على شفايفها. رجعت فين كانت جالسه وهزت كاسها كتشرب منه. قربت منها هدى وعينيها كيلمعوا. قالت لها خالتي غتزوجيني ليه ياكي؟ الحاجه قالت لها ايه وانا فين نلقى احسن منك؟ هدى تلاحت عليها ومعنقاها الله يخليك ليا العمر. الحاجه خديجه كتضحك قالت لها حمقى الله يكمل عليكم بالخير. هدى عضات شفايفها وحنات راسها حشمانه وقالت امين يا رب. جالسه حليمه في الصاله ودايره نظرها كطرز واحد التوب مركزه معاه حتى دخل عبد الله بس راسها وجلس حداها شاد تليفونه. حليمه قالت ليه كريم باقي ما جاش؟ عبد الله قال لها لا واش مازال غيسافر في العشيه؟ حليمه قالت ليه ان شاء الله. عبد الله كيشوف التليفون وقال لي ان شاء الله. حليمه حبست من الطريز وقالت ليه قل لي. عبد الله شاف فيها وقال لها نعم. حليمه حيدت النظر وقالت ليه صاحبك حلاش صاحبك احمد علاش ما عاودش تزوج؟ عبد الله قال لها يمكن ما بغاش يجيب لي الظلم ولدو.
قالت ليه عنده الحق، كاينين شي عيالات الله يهديهم. هو عبد الله ما جاوبهاش وبقى ساكت. حليمه قالت ليه وعلاش ما خداش بنت خالته؟ جاوبها عبد الله وقال لها هذيك عاد اخذت طلاقها. حليمه بدهشه قالت ليه هي مطلقه. عبد الله كي شوف التليفون قال لها حليمه قالت ليه مسكينه باقا صغيره. قال لها الله يعوضها خير. قالت لي امين ولدي امين. دخلت حفصه مطلعه نقابها وهزه اشرة اختها اللي جات موراها شاده صفوان. جلسوا في الصاله كيردوا النفس بعد ما لقوا السلام. حليمه مبتسمه قالت ليها ايوا درتو مزيان. فرح كتحيد حجابها قالت ليها سخفنا. عبد الله كيضحك قال لها وغير انت اللي كتباني سخفانه الغليظه. فرح شدها الضحكه قالت لي ما فيا اللي يتجابد معاك دابا. حليمه قالت لي هما القصريه عامره. حفصه ناضت تجيب الماء وقالت لها شويه وكان. عبد الله قال لهم صفوان اجي عند خالك الطبيبيز. فرح كتشوف فيه وقالت ليه ما غليظش. عبد الله هز صفوان فوق رجليه وكيلعب معاه. قال لها لا ما غليظش غير تبارك الله صحيح بحالك. حفصه مدات كاس ديال الماء الفرح وكتضحك. فرح شدات الكاس ديال الماء وقالت لها ماما. حليمه كتضحك قالت لهم انا ما عرفت امتى ديروا عقلكم. فرح حطات الكاس بعد ما شربت وقالت لها ما حد الكبير باقي ما داروش ما كاين اللي غيديروا فينا. حفصه جلست حدا عبد الله وقالت ليه واسمع اسمع. عبد الله بقى كيضحك وقال لها الله يسمح ليك. فرح ناضت وغدا للبيت قالت ليه فين عزيزه والدراري؟ عزيزه هي امه عبد الله. حليمه جاوبتها وقالت لها مشات للعروبيه يلا رجع اخوك من عندهم. فرح وقفت وقالت لها وعلاش ما بقيتيش معاهم؟ عبد الله ملاهي مع صفوان قال لها كتعرفيني ما كتعجبنيش العروبيه. فرح قالت ليه باز شكون ما كيعجبوش داك الجو. عبد الله شاف فيها وقال لها انا. فرح ابتسمت وقالت وفين نوال؟ حليمه قالت لها كتجمع حوايجهم. فرح قالت لهم نسيت باللي مسافرين. حليمه شافت في حفصه وقالت لها نوضي ابنتي ديري الماء نعمرو اتاي وخرجي معك المسمن من الثلاجه. حفصه نضت وقالت لها واخا. فرح قالت لهم نبدل حوايجي ونجي نعاونك ومشات للبيت. حفصه دارت داكشي اللي قالت ليها امها ومشات للبيت تبدل حوايجها. رجعت حطات طبلات الكاسكروط ومشات عيطات لناول وجلسوا كياكلوا. حتى دخل كريم وجلس حتى هو كيهضروا ويتناقشوا اكيد التقشاب خصوصا عبد الله اللي كيشد فرح. دافت العشيه هكاك حتى وصل الوقت فين غيمشي كريم ونوال. مشاو غادي يمشيو يدوزوا سيمانه العسل في الشمال. ودعوهم ودخلوا تجمعوا تاني في الصاله مع باهم توفيق. جلسه عائليه بدون هموم. صلاو العشاء جماعه وتعشاو وكل مشى لبيتو يحط راسو. فرح متكيه في سريرها ومغطيه كيبان غير راسها وكتهضر بشويه. فرح نعستي؟ فرح كتطبطب على صفوان بشويه قالت ليها لا. حفصه قالت لها امتى غتمشي؟ قالت لها غدا في العشيه. قالت لها كون غير بقيتي شويه مازال. فرح قالت لها الله يجعل البركه مره اخرى ان شاء الله. حفصه قالت لها ان شاء الله غتخوى الدار ثاني. فرح قالت لها والدار ديما عمره. حفصه قالت لها عزيزه ما كايناش هي والدراري ونوال وكريم ما كاينينش انت غير تمشي بابا خدام عبد الله خدام غنبقى غير انا وماما. فرح قالت لها يلا معايا ولا سيري عند خالتي فاتحه ياك توحشتيها. حفصه جلست وقالت لها حتى هذه فكره. فرح قالت لها وماما مسكينه تبقى بوحدها. حفصه رجعت سكات وقالت لها محال تخليني نمشي. فرح ضحكت بشويه وقالت لها غتخليك انا غندوي معاها. حفصه بسعاده قالت لها صافي شكرا. فرح قالت لها وشكون غيديك؟ حفصه قالت لها نقولها لعبد الله اصلا المحل ديالو قريب ليها. فرح قالت لها ان شاء الله دابا نعسي تصبحي على خير. حفصه سدت عينيها وقالت لها تصبحي على خير. عند حمد اللي كان عاد سد المطعم ديالو وغادي لعند الحاجه خديجه ياخذ عمران ويمشي لدارو اللي في نفس البلاصه تقريبا. دارو بعيدة على دار امو غير 2 خطاوي. سايق اللوطو وكيفكر في كلام امو اللي ما تغتهناش حتى تطبقو. عارفها على من كانت كدوي بغاتو يتزوج هدى ولكن هو كيعتبرها اختو وعاد صغر منه بزاف فمستحيل يفكر فيها بديك الطريقه. حك راسو بتعب عيا من هاد الموضوع كل مره كيتعاود. حتى هو ما كرهش يلقى اللي تعتبر عمران ولدها وتعاملوا بحنان وتعوضوه فراق امه واخا غير شويه حيت الام ما كتعوضش. ولكن فين يلقاها؟ خايف يجيب لد المو وتكرفس عليه. للحظه جات بين عينيه ذكرى عمران ملي عيط للبنت اللي كانت لابسه النقاب وكيفاش كان عمران كيبتسم بلطافه. تفكر اللحظه فين تلاقاو عينيه بعينيها.
عينيها السود كسواد الليل. كانت لحظة ولكن واضحة كوضوح القمر. لمعت عينيها خلات قلبه ينبض ويسمعه بعد عامين وهو هادئ. قلبه اللي كان حزين ومكسور الفراق نصفه الثاني. مرتو نسرين بنت الفقيه شافها مرة واحدة وبغاها. بغاها أول مرة حيت عجبو حشمتها ووقرها في نقابها، وبغاها مرة ثانية ملي عرفها بنت الفقيه، الشخص اللي تيعزو ويعتبره في مقام باه الله يرحمه. طلبها منه ومردهاش في وجهه، وبغاها مرة ثالثة ملي شاف جمالها والخجل وشخصيتها الحنونة والعطوفة، متدينة وصوتها في القرآن كيف الملاك، سكوتية وقلبها بيض بحال باها. عمرها تشكات من امه واخا عرفها ما بغاتهاش، وكانت ديما تخسر خاطرها، ويمكن هذا هو سببها بقات كتشد على خاطرها وتسد على همومها في قلبها حتى مرضات ومات بالقلب. حس بغصة في قلبه ملي تفكرها. نسرين أول حب بالنسبة ليه، لكن بغاها الله وداها. خلات موراها طرف منها اللي هو عمران، كيشبه ليها، شخصيته هادئة وقلبه بيض كيف قاع الدراري الصغار، حنين وما كيبكيش بزاف. تنهد بصوت مكسور ودعا ليها بالرحمة والسلوان. طلع للدار الحاجة وشداتو يتعشى بزز واخا ما حملش يجلس، حيت ما كتخليهش هدى على خاطرو، عينيها عليه في كل ثانية وكتبزز عليه يدوي معاها واخا ما كيكون عنده فاش يهضر معاها. هز عمران بين يديه ومشى لدارو، حط عمران في بيتو وغطاه وخرج مشى لبيتو، دوش وبدل حوايجو وهز القرآن كيقرا القرآن بتجويد وبصوت خاشع ورجولي. قرا ما تيسر عاد مشى نعس وكيفكر في موضوع الزواج اللي ما غيساليش. صباح جديد، نط العائله كلها وشنو كيدير، شي في الكوزينه كيوجد الفطور وشي كيلبس حوايجو غادي لخدمته، حتى واحد ما بقى ناعس من غير صفوان الصغيور. تحطات الطبله الفطور وتجمعوا عليها كيفطروا. حفصه شافت في فرح اللي غمزتها ورجعت شافت في حليمه. ماما. حليمه كبات القهوه وقالت لتوفيق نعم. حفصه قالت لها واخا نمشي عند خالتي فاتحه. حليمه ابتسمت وشافت في توفيق. ها اللي قلت لك. توفيق ضحك وقال ايوا خليها تمشي. حفصه ابتسمت بخجل وقالت لها عافاك ماما. حليمه ضحكات وقالت لها سيري راه هي نيت قالت لي صيفطيها. حفصه فرحات وقالت لها واخا نمشي اليوم يديني عبد الله. توفيق قال لها ان شاء الله. جمعت الطبلة ومشاو الرجال لخداميهم والعيالات لشقاهم، وهذا تجمع الدنيا واخرى دير الغدا. داز النهار روتيني كيف العادة، وصلت العشية وتودعوا مع فرح اللي جا راجلها يديها لدارها. عاد خرجت حفصة وعبد الله متجهين لعند خالتها، الفرحة باينة من عينيها، خالتها عزيزة عليها وبحال صاحبتها وكثر. مسافة الطريق حتى كانوا في باب الدار، دخلوا بعد ما سلموا وخرج عبد الله ما بغاش يجلس رجع لدارو. حفصة دخلت للبيت من البيوت وحطت ساكها وبدلات حوايجها وخرجت لابسه بيجامتها وضفرها شعرها، عارفه بلي راجل خالتها مسافر كيف عادته للشمال بحكم خدمته. مشات للكوزينه فين كانت خالتها كتوجد العشاء ومدت يدها تعاونها. فاتحه مبتسمه قالت لها احسن حاجه درتي ملي جيتي تونسيني. حفصه ضحكت وقالت لها ياكي. فاتحة دارت الطاجين فوق البوطة وقالت لها ايوا جمعتو الروينه ديال العرس. حفصة هزت خيزو كتاكل منه، قالت لها في نهارها دغيا ساليناها. فاتحة سدات الطاجين ديال الحوت وقالت لها الحمد لله خوك وعروستو خليتيهم في الدار. حفصة قالت لها لا راه مسافرين. فاتحة ابتسمت وقالت لها ايوا مزيان. خرجوا مشاو للصاله قالت لها ايوا ما قلتيش ليا شنو درتي في لافاك. حفصة حطات مخدة فوق فخدها وقالت لها الحمد لله قريب ناخذ الإجازة. فاتحة قالت لها إن شاء الله هزين، وسولتها قالت لها واش باقا كتخيط. حفصة ابتسمت قالت لها دابا ولا عبد الله كيبيع داكشي اللي كنخيط. فاتحة قالت لها واش غير الكساوي نيت ولا زدتي حاجات اخرين. حفصة قالت لها لا غير الكساوي د المحجبات اصلا كيتباعوا مزيان. فاتحة قالت لها اكيد غيتباعوا وانت اللي مخيطاهم. حفصة بقات كتضحك قالت لها كتصبغيني دابا. فاتحة بقات كتضحك قالت لها لا حاشا. حفصة بقات كتضحك قالت لها سناء لاباس عليها ما هضرناش مزيان ملي جيتي للعرس. سناء هي بنت فاتحة. فاتحة قالت لها لاباس عليها الحمد لله يسول فيك الخير. حفصة قالت لها الحمد لله كنتي قلتي ليا غدير حتى هي النقاب دارتو ولا لا. فاتحة ابتسمت قالت لها واخا ما باغاش ليها حسام في الاول ولكن راه قنعاتو. حسام هو راجل سناء بنت فاتحة. حفصة قالت لها الحمد لله غيجيها زوين.
فاتحة ابتسمت قالت لها: فرحتي حيت ما بقيتيش غير انت اللي دايراه في العائلة؟ حفصة ضحكت قالت لها: لا لا ماشي هكاك. فاتحة قالت لها: وشوفي وكان. حفصة قالت لها: ايوا غير شوية وصافي. فاتحة ضحكت وقالت لها: ايوا هانتي شتي. حفصة قالت لها: فرحت كثر حيت مقتنعة به وصافي. فاتحة قالت لها: فهمتك، عاودي لي انت كيفاش حتى قررتي تلبسيه؟ حفصة كبات كاس ديال الماء وشربات وقالت لها: وياك عاودت لك. فاتحة ابتسمت بلطف وقالت لها: عارفة غير كيعجبني 7 مرة أخرى. حفصة حطت راسها على فخذ فاتحة اللي بدات كتلعب ليها في شعرها بشوية وبقات تقول لها: هانتي كنت مشاركة في واحد المسابقة ديال تجويد القرآن الكريم، هاد الشي قبل عام من دابا. ايوا وفي ديك المسابقة كانت نوبتي هي الرابعة، والبنت اللي كانت قبل مني كانت لابسه النقاب سميتها صفاء. باقي لحد الان كنتفكر صوت تجويدها ما شاء الله، صوتها ما شاء الله زوين وفيه واحد الخشوع ما شاء الله. كل الحاضرين تبهروا بتجويدها، وكاين اللي بكى بعد ما سمعها. وهي اللي ربحت المركز الاول في المسابقه، وكانت كتستاهل حيت تجويدها كان قريب للمثالي. ايوا مشيت نبارك ليها وكانت متواضعه وظريفه. طلبت منها رقم تليفونها وكنت بغيتها تكون صاحبتي، وداكشي اللي كان. هي دغيا قبلت صداقتي وعرضتني لدارها نجلسو نجودو القران ونناقشوا بعض المواضيع الدينيه. مشيت وكانت ديك المره الاولى اللي نشوفها بلا نقاب. ما نكذبش عليك، بنت ليا بنت كانت آلية في الجمال، اجمل وحده شفتها في حياتي. ما شاء الله كانت زوينه وظريفه وجميع الصفات الحسنه فيها، تبارك الله. ومن ديك الوقت وانا نفكر في النقاب، يعني عجبني فيها. وملي شفتها لابساه شافت في خالتها وقالت لها: السبب الاول اعجابي بها، كنت باغا نكون بحالها، ولكن من بعد اقتنعت به وحسيت بمشاعر جديده وانا لابساه، الراحه والحريه وواحد الطمانينه في شكل. فاتحة حطت يدها على خد حفصة وابتسمت بحب وقالت لها: كل مرة كتعاوديها بطريقة أحسن من الأولى. حفصة ما فهمتهاش وبقات ساكتة. فاتحة قالت لها: باقا كتهضري معاها؟ حفصة ابتسمت وقالت لها: غير داك الشهر ولات بنية ما شاء الله، كتشبه ليها واسمتها هداية. فاتحة قالت لها: هداية سمية زوينة. حفصة ابتسمت بسعادة وقالت لها: إلا تصنتوا القصة تزوجوني منقبة غتعرفوا شكون صفاء وشكون هداية. ناضو حطوا العشاء وتعشاو، بعد ما صلاو صلاتهم جمعات حفصة الكوزينة وجلسوا كيهضروا حتى لقينا وقت عاد ناضوا. حطت راسها فوق المخده وتفكيرها داها لحمد كيف عادتها ملي كتكون مع وحدتها. احمد اللي دخل لقلبها بلا اذن ولا شوار، حباتو بينها وبين نفسها ودعت ليه بالصحه وطولة العمر بلا حتى ما تكون كتعرف سميتو. حبها طاهر ونقي بلا اي تخيلات ولا توقعات. ابتسمت بحب وقالت سميتو بهامس وسط الظلام غرفتها: احمد. فقت مع الفجر وصلت وجلست كتجود القرآن كيف عادتها، العادة اللي كتخليها نشيطة طول اليوم وبطاقة روحية كاملة. سدات المصحف ملي شافت ضوء الشمس تغلغل داخل البيت، ناضت متجهة للشرجم وحلاتو واستنشقات هواء جديد ومنعش. سماء صافية وعصافير كتغرد على أغصان الشجر اللي كيتمايل بدلع مع الرياح الهادئة. حطات ايدها تحت دقنها وبقات كتأمل عظمة الرحمن في مخلوقاته، وبقات كتسبح وكتحمد الخالق. خرجت ملي سمعت خالتها فاقت ومشات حطات الفطور وجلسوا يفطروا. فاتحة هي في أواخر الثلاثينيات من عمرها، قصيرة شوية وعمرة وبشرتها بيضة وعيونها عسليين. جمالها هادئ هي الأخرى، وشخصيتها لطيفة وحنينة على كل شيء. قليل فين كتعصب وديما واخدة الأمور بهدوء وروية. جمعوا الطبلة وداروا شغل الدار في جو من الضحك والنقاش في مواضيع عادية. داز نهارهم عادي غير في الدار، ما بغاو كاع يخرجوا. متكيات قدام التلفازة وفتيحة كتفرج وحفصة شادة رواية كتقرا فيها. حتى نضت فتيحة قافزة: نسيت بلي معروضة. حفصة جلست قالت لها: عند من؟ فتيحة شافت في الساعة وقالت لها: عند سميرة، باقي الحنوض نوجد شي حاجة ونديها. حفصة قالت لها: شكون سميرة؟ فتيحة غدا الكوزنة قالت لها: هذه جارتي ساكنة في العمارة اللي مورايا، عرضت على كاع الجارات. حفصة واقفة في باب الكوزنة قالت لها: علاش شنو عندها، واش عرضة عادية؟ فتيحة كتجبد مقادير الكيكة قالت لها: بغات تجمع العيالات وصافي. حفصة قالت لها: وانا عارفاك ما كيعجبوكش بزاف بحال هاد المناسبات، وحتى من جاراتك ما كتهضريش معاهم بزاف. فاتحة ضحكات وقالت لها: واش حال هادي داكشي؟ حفصة قالت لها: هاي قولي درتي صحابات؟ فاتحة قالت لها: ايه والله لا، الله عمرها دار من الجارات.
حفصة قالت ليها ايوا واش نبقى انا في الدار بوحدي. فتيحة شافت فيها وقالت ليها رجلي برجلك يا بنت خالتي، نمشي نفوح بك شويه. حفصة ضحكت وقالت ليها نعاونك في شي حاجه. فتيحة قالت لها اري لي الطاوه. حفصة جبدت الطاوه ودهنتها ليها بالزيت. قالت لها غديري كيكه بالشوكولات. فتيحة قالت لها شنو نزيد تاني. حفصة قالت لها مع العراده. فتيحة قالت لها مع 4:30. حفصة هزت راسها وشافت في الساعه اللي في الحيط. قالت لها مشى الحال نمشي نجيب شي حاجه من الباتيسري. فتيحة قالت لها واخا سيري. حفصة مشات لبست عبايتها ونقابها، هزت الساروت وسدت الباب موراها وبدات كتجري في الدروج. غدا في الطريق وهزه بسطامها في يدها ومتجهه للباتيسري. الدنيا خاويه وغير هي اللي في الزنقه. دخلت للباتيسري ولقات السلام واخذت اللي بغات، وخرجت هزه في يديها 2 بلاطوات ديال الحلوى مشكلين. غدا زربانه باش ما تعطلش. دازت من نفس الطريق اللي جات منها، شافت واحد البنت طايحه في الارض وكتبكي. مشات عندها وحاولت توقفها وتسوس ليها حوايجها. حفصه قالت لها اختي واش انت بخير. البنت كتبكي وقالت لها لا لا لا. حفصة بقات فيها وقالت لها مالك شنو وقع. البنت كتمسح دموعها بكمها وقالت لها تشفر ليا ساكي وفيه الفلوس. حفصة قالت لها صافي تهدني ياك ما وعساش من شي بلاصه. البنت كترعد وقالت لها لا وجالسه كتبكي. حفصة كتدور راسها وكتشوف واش شي حد تما. قالت لها واش ما شافك حد. البنت قالت لها مشى تبعوا واحد الراجل محال يشدو، مشاو ليا فلوس يا اختي شنو ندير. وبقات كتبكي. حفصة قالت لها عافاك تهدني كلشي غيكون مزيان، هانتي نتسناو شويه لربما يرجع داك السيد. لا ما رجعش نمشيو نديكلاريو ياك شفتي شكون شفرك. البنت كترعد شاده يد حفصة وقالت لها شفتو. حفصة قالت لها ايوا صافي ان شاء الله ما غيكون غير الخير، تبغي تجلسي. البنت حركت راسها بلا وبقاو واقفين. حفصة مسحت ليها دموعها وقالت لها شنو سميتك بعدا. البنت شافت فيها وابتسمت ابتسامه صغيره وقالت لها خوله. حفصة ابتسمت بلطافه وقالت لها سميه زوينه. البنت قالت لها شكرا ورجعت كتشوف في الطريق. حفصة قالت لها الخير فيما اختاره الله خوله وان شاء الله الصك ديالك غيرجع. البنت رجعت شافت فيها والدموع في عينيها وقالت لها يا ربي. وقالت لها شكرا بزاف والله كون كانت شي وحده اخرى كون كاع ما تسوقاتش ليا. حفصة قالت لها العفو الزين هذا واجب، وكنظن باللي اي واحد او وحده كانوا في بلاصتي غيديروا نفس الحاجه. البنت ضحكت وقالت لها لا لا محال. حفصة ابتسمت وقالت لها انا متاكده. البنت كانت غتجاوبها حتى كيبان لي هذاك الراجل راجع وجايب معاه ساكها. تبشر وجهها وطارت من فرحتها. شافت في حفصة ودموعها في خدها. جاب لي ساكي جاب لي ساكي. حفصة كتشوف فيها وكتبتسم فرحانه وقالت لها الحمد لله. وجهت نظراتها للشخص اللي جايب الساك وتوسعوا عينيها ما مصدقاش وقلبها نبض بجنون. رمشات عينيها بسرعة وحطت يديها على قلبها اللي حسته غيوقف. هو قدامها وكيتمشى في اتجاهها. بعدت نظراتها وحنتهم للأرض ورجعت بخطوات اللور ما عرفتش شنو دير، واش تمشي وتخليهم ولا تبقى واقفة. وصل عندهم في ثواني مد الساك للبنت اللي خداتو وعنقاتو الدموع في عينيها. البنت قالت ليه شكرا بزاف. احمد ما كيشوفش فيها وغض بصره. قال لها العفو اختي. قالت ليه شكرا من كل قلبي ما كنتش عارفه شنو ندير كل ما مشيتيش تبعتيه. حمد بهدوء كيجاوبها قال لها العفو هذا واجب اختي غير هو بقيت ردي البال لراسك. البنت قالت لي عندك الحق. شافت في حفصه وعنقتها بالجهد قالت لها شكرا لك حتى انتي والله ما عرفتش اش كنت غندير كل ما كنتيش معايا. حفصه شدها السخفه. أحمد وقف قريب منها أقرب من أي وقت دازت وصوته مسموع في ودنها بوضوح. نطقات بصوت خفيف ومرتجف قالت لها العفو. البنت شافت فيهم بجوج وقالت لهم الله يكثر من مثالكم شكرا بزاف مرة أخرى عمري ننسى خيركم. أحمد ابتسم بمجاملة وقال لها العفو أختي. مشاو وكمل طريقه. البنت عاودت عنقات حفصة وقالت لها شكرا غنموت بالفرحة. حفصة ضحكت وقالت لها العفو أنا خاصني نمشي تعطلت. البنت قالت لها سيري سمحي لي عطلتك. حفصة قالت لها ما تقوليش هكا وردي البال راسك الزين. البنت قالت لها واخا بسلامة. حفصة هي الأخرى كملت طريقها للدار وكتفكر وساهية. صوت أحمد كيتعاود في ودنها. غدا بخطوات متوسطين وكتبتسم تحت نقابها. صدف كثيرة جمعت بيناتهم حتى ما بقاتش كتسميهم صدف وبدلتها بالقدر كيف قالت فرح.
هزت راسها كتشوف طريقها حتى كيبان ليها غادي قدامها، وكتفصلهم خطوات قليله. بقات كتشوف كتافو العراض ومشيتو المتوازنه والوقوره. بقات كتحط رجليها على البلاصه اللي خطا منها هو قبل، بحال كتلعب تبعها كتحط رجليها على الخطوات ديالو. قلبها طاير من فرحته ومبتسمه بطفوليه. ريحته الهادئه حمقتها، مع كل خطوه كتخطيها كتحس باللي هي قريبه منه بشكل اخر. بقات تبعه وحانيه راسها، ما ردتش البال باللي هو وقف ملي حس بشي حد موراه. قلبها فوق السحاب طاير، شعور جديد وحب كيف الورود المتفتحه واللي فايح عابرها. حست بخطواته قلو وشافت صباطو تحت عينيها. انت قربت منو لهاد الدرجه وكيفاش حتى ما شافتوش ملي وقف. رمشت عينيها 100 مره بتوتر. قلبها حسات وقف وجسدها تخدر وما عرفت شنو تعمل، واش ترجع باللور ولا تهرب ولا تهز راسها تشوف فيه. حفصه سخانه طلعت ليها، بلعت ريقها ورجعت خطوه اللور. هزت راسها بدرجه خفيفه ما شافتش فيه، ونطقت بصوت خفيف شبه مسموع: اسمح لي. تخطاتو وكملت طريقها كتزرب، شداها السخفه وكتفكر فاش كيفكر، واش شافها واش عرفها. عضات شفايفها بجد، ما حملتش الموقف فاش تحطات. هي عارفه بلي كانت متبعه خطواته بطفوله وكانت فرحانه. تصرفها غريب وهادشي اللي غيكون كيفكر فيه. وصلت للعمارة وطلعت كتنقز الدروج، عارفة راسها معطلة. حلت بالسارس ودخلت لقات خالتها كتسناها. فاتحة بقلق قالت ليها: فين كنتي؟ خلعتيني عليك. حفصة حطت البلاطوات فوق الطبلة وهزت نقابها فوق راسها. قالت لها: غير وقع واحد المشكل في طريقي، داكشي علاش تعطلت. فاتحة قالت لها: اين مشكل؟ ياك لاباس؟ حفصة جلست فوق السداري وقالت لها: واحد البنت مسكينه شفروا ليها ساكها، كان طايحه في الزنقه وعاونتها، وجاب الله واحد ولد الناس رد ليها الساك. فتيحه بحزن قالت لها: مسكينه، الحمد لله بعدا حد داك الولد في طريقها. حفصه ابتسمت بلطف وقالت: الحمد لله. شافت فيها وقالت لها: الكيكه طابت. فتيحه قالت لها: وخرجتها تبرد. هزت راسها كتشوف الساعه، قالت لها: ندخل نبدل حوايجي ونمشيو، انت غتمشي هكا نيت؟ حفصة هبطت راسها كتشوف العباية، قالت لها: هكا نيت غنمشي. فتيحة تمت غادا لبس وقالت لها: صافي. ما هي الا دقائق حتى وجدت وخرجوا متجهين للعراضة. لقاو الباب محلول والعيالات وصلوا، دقوا وجات استقبلتهم سميرة بوجه بشوش كترحب وتعاود. دخلتهم للصالة فين كاينين بقية العيالات، سلموا وجلسوا. فاتحة تشغلت بالحديث مع جارتها، وحفصة حداها هز نقابها من على وجهها وجلسة كتهضر مع واحد المراه حداها اللي غير جلست حداها. هبطت عليها بالاسئله: شكون انتي؟ مع من جيتي؟ شحال في عمرك؟ واش كتقراي؟ واش مزوجه؟ حفصة كتجاوبها بالخاطر وتقول واش زعجاتها، بالعكس تدوي معها بالصواب. وفي سطح حوارها هزت عينيها تشوف شكون داخل، وابتسمت تلقائيا ملي شافت عمران. ما استغربتش كونها عاد تلاقات باحمد اللي هو بات عمران. هذه عرفتوها باينه. دخلت الحاجه خديجه هزه عمران بين يديها، والابتسامه مرسومه على شفايفها، وتبعها هدى كتشوف العيالات وكتضحك ليهم. جلسوا مقابلين مع حفصة كيف العادة، ما ردوش ليها البال، دغيا انسجموا في الحديث مع جاراتهم. والحاجة خديجة كتهضر بيديها اللي معمراهم ذهوبات، تقول: معروضة للعرس. حتى عمران تحت رجليها، حتى عمران فوق رجليها وكيلعب بوحدو. هز عينيه شاف حفصة وكتضحك حتى بانو سنانو، عينيه لمعوا وهو كيشوف فيها. ضحك ليها ونض بشوية واتجه لعندها، طلع على رجليها وعينيه في عينيها وضحك وعيط بسميتها ببراءة: حفشة. هزاتو لعندها باستو بكل حب وعنقاتو، عاد جلساتو على رجليها كتهضر معاه وكتضحك معاه. شفتها المرا اللي جالسه حداها وهي تسولها بفضول. المرا كتشوف عمران قالت لها: قلتي كاع ما مزوجه؟ حفصه قالت لها: المرا كتضحك قالت لها: وشكون هاد الولد؟ كتباني بحال مو. حفصه ابتسمت وقالت لها: لا، غير ولد عائله كنعرفها وهو ولف عليا. المرا قالت لها: هكاك سحبت ليا، واش ولدك زوين ما شاء الله؟ حفصه قالت لها: ما شاء الله. هدى هبطت عينيها فين كان عمران ما لقاتوش، بقات كتقلب عليه بعينيها وكانت خايفه يكون خرج وما شافوهش وتوقع شي مصيبه. حتى توسعوا عينيها بصدمه ملي لقاتو عند اخر وحده كانت كتوقع تشوفها هنا. لقاتو عند حفصه، عقدت حواجبها وطلع ليها الدم. ما حملتش ان حفصه كتضحك وتلعب مع عمران في حين هي ما كيبغيش تهزو هي.
جرات الحاجة خديجة ودوات ليها في ودنها، وهي الأخرى تفاجأت وطلع ليها الخز من هاد حفصة اللي تبعاهم فين ما مشاو. الحاجة خديجة قالت: اش كدير هادي هنا؟ هدى كتخنزر في حفصة قالت ليها: ما نعرف ليها، سيري جيبي عمران من عندها سيري. الحاجة خديجة شافت فاتحة اللي جالسة حدا حفصة، قالت لها: ماشي هذيك خالتها اللي وصلنا قد معاهم في العرس؟ هدى قالت لها: هي هذيك. الحاجة خديجة كتشوف في عمران، الله يلقيها ليها، لصقة على الدري. هدى كتعض فرها وقالت لها: سيري جيبي من عندها سيري. الحاجة خديجة يلا كانت غتنوض حتى بنت ليها سميرة جايبة الضيافة، قالت لها: ماشي دابا، ما قادين على شوها، خليه يمل منها ويجي لهنا. هدى قربت تبكي، قالت بهمس: حيديه ليها عافاك. الحاجة خديجة نغزتها وقالت لها: سكتي. تفرقوا الكيسان ديال اتاي وتجمعوا على الطوابل كياكلوا مجمعين ويضحكوا. حفصه كتموت بالضحك على هضره عمران الكيوت، كتمد ليه ياكل اللي بغا وشاده معاه الخاطر. حتى اغلبيه العيالات لاحظوا وجودها وتصرفاتها، وشي كيسول شي على شكون هي هاد البنت. المهم لفتت الانظار بجمالها الهادئ وتعاملها الزوين مع عمران اللي ماشي ولدها. هدى اللي قربت ترتق كتبخ النار من عينيها، ما كرهتش تنط تشدها من شعرها ودير لها فضيحه. قفزت من بلاصتها ملي توجهوا ليها الانظار، ملي تجبد موضوع طلاقها. حنات راسها ما قداش تهزو، طلقها من الشخص اللي نوضتها مع عائلتها على قبله، بغات تزوج به وهي عاد طالعه في العشرينات. تزوجت ضد فحمد، كانت بغات تحسسو بالغيره ملي يشوفها تزوجات، ولكن العكس اللي وقع، ما داهاش فيها كيف عادته، وزواجها اللي كانت مصره عليه لقاتو فاشل. حتى واحد فيهم ما هز المسؤوليه، ديما مضاربين حتى طلبت الطلاق بعد عام واحد من زواجها، وتما فين تخلاو عليها عائلتها وبقات عند خالتها، وحبها لاحمد غير ما زاد كبر. شحال فرحات ملي عرفت بلي مرتو ماتت، الطريق لحبيب قلبها تسرحات وغيكون ليها، ولكن هو عمرو شاف فيها. زيرات على يديها البكيه في طرف عينيها، بغات تنوض تخرج من تما وما كتحماش تفكر زواجها وطلاقها، وبلي لحد الان احمد ما ولاش ليها. هزت راسها لقات حفصه كتشوف فيها بحزن، بقات فيها هدى اللي باقا صغيره على انها تكون مطلقه. هدى ما فهمتش نظرات حفصه وما قدرش تعصب منها. جا وقت الخروج وبدات الصلاة كتخوى. الحاجة خديجة اللي كانت جالسة على بيضة بغات غير امتى تنوض وتاخد عمران، وقفت هايجة ومتجهة عند حفصة، مدت يدها اللي عامرة دبالج وخواتم وجرات عمران من يدو وكتهضر بالغوات وعينيها في عينين حفصة: يلا ها اولدي اجي عندي. عمران ما بغاش وبدات كتبعتو يدو، قال لها: ما بغيت. الحاجة خديجة زاد جراتو بالجهد اللي عندها، قالت ليها: قلت لك يلا نمشيو. عمران تجرحت ليه يدو بالخواتم وبدا كيبكي بالجهد حتى ولا وجهه احمر. الحاجه خديجه تصدمات، عاد عقت بشنو دارت، بغات تهزو عندها تسكتو، زاد غواتو عنق حفصه كيبكي ويغوت. الحاجه خديجه بعدت كتشوف فيه بحزن، ما كانش باغا هاد الشيء يوقع وما قصدتش انها تجرحو. حفصه عنقاتو وبقات كتسكت فيه وكتصوت ليه على الجرحه وتبوسو. شويه بشويه بدا كيسكت وكيشهق، عينيه عامرين بالدموع ووجهه احمر. حفصه بقى فيها اصلا غير حشمات، اما تقول لها بعدي منه. قالت ليه: صافي ماما، صافي عمران غير ما كيزيد كيتخشى فيها ويشهق، حس بالامان في حضنها الدافئ وصوتها الحنين وطبطبتها على ظهره بالحنينه. الحاجه خديجه قربت عنده ملي سكت، بغات تهزو وما بغاش يتفرق على حفصه وما بغاش حتى يشوف فيها. حفصه شافت في الحاجه وقالت بصوتها الهادئ والحنين: انا غنهبطوا معايا. الحاجه خديجه ضحكت لها ضحكه صفراء وقالت لها: واخا. خرجت الحاجه خديجه هي وهدى ما حاملينش الموقف اللي تحطوا فيه، وخديجه اكثر حاجه ما عجبهاش هي انها جرحت عمران، يقدر ما يبقاش يبغي يجي عندها، وشنو غتقول لحمد اللي غيكون لتحت كيتسنى ولدو. حفصه لحت عليها النقاب وهزت عمران وشافت فاتحه اللي جالسه مجمعه مع سميره، قالت لها: خالتي غتهبطي؟ فاتحه ابتسمت ونط وقفات: ومالي شنو غنبقى ندير؟ دارت حطت يدها على سميره وقالت لها: دوزي عندي للدار نكملوا الهضره. سميره قالت لها: غدا. سميره غدا معاهم للباب ابتسمت، قالت لها: ان شاء الله ضروري. سلمت عليهم قالت لهم: يلا بسلامه. فاتحه قالت لها: الله يعاون. لحقت على حفصه كتشوف عمران وحطت يدها على شعره: سكتي ازويون. عمران حط راسو على صدر حفصه وضحك ببراءه. فتيحه ابتسمت ليه وقالت ليه: ما شاء الله. شافت في حفصه وقالت لها: فين كيعرفك؟ حفصه قالت لها: في عرس كريم، هو ولد صاحب عبد الله.
فتيحة قالت ليها: هكاك باينة عزيزة عليه. حفصة ابتسمت بحنان وقالت ليها: الحاجة خديجة وهدى غير هبطوا لتحت لقاو حمد واقف وشاد تليفونو، اتجهوا لعندو وهدى دغيا رسمت الابتسامة على شفايفها وبقات كتقاد شعرها بيدها. حمد هز عينو فيها وشاف فمو، ابتسم مي دغيا استغرب. حمد قال لهم: فين عمران؟ الحاجة خديجة عوجت فمها وقالت ليه: مع حفصة. حمد هز حاجبو وقال لها: شكون حفصة؟ الحاجة خديجة شافت باب العمارة ولقتها خارجة هزاه، قالت ليه: هي هذيك. حمد هز عينو وشاف بنت منقبة، هز عمران هي اللي سميتها حفصة. حول نظراته لعمران كيفاش مرتاحة عندها، رجع شاف فيها وعرف باللي هي نفس البنت اللي كانت كتمشى موراه قبيلة واللي خلاتو يستغرب من تصرفها، يمكن كانت كتلعب. ابتسم بلا ما يرد البال لراسو، حنا نظراته ملي قربت حداهم ما بغاش يطول فيها الشوفة. عمران غير شاف حمد مشى عنده مع النقوس يتغبن: بابا. احمد شاف وجه عمران كان حميمر والدموع في عينيه، هبط عينيه ليدو وبنت ليه حمرا. شاف الحاجة خديجة بملامح هادئة وقال لها: شنو وقع؟ الحاجة خديجة قالت ليه: والو، غير جيت نهزو وجرحتو بالدبالج. احمد رجع نظراته لعمران وبدا كيطبطب على ظهرو بحنان، قال ليه: نمشيو للدار. عمران هز راسو شاف باباه وقال ليه: حفشة. أحمد شاف إيد عمران اللي شادة في عباية حفصة، ما بغاش يخليها، شاف فيها بلا ما يكون باغي. عينيه مشاو لعينيها الكحلين اللي لمعهم اللي تلاقى بعينيهم. قلبو نبض مرة أخرى وسمع صوتو في ودنيه بلا عريقو بتوتر وهبط عينيه كيستغفر الله. هدى اللي شافت كاع البلان زاد حقدها لحفصة، مشات غتحماق ملي شافتو شاف حفصة الشوفة اللي عمرو هزها فيها. قربت منهم وحدت يد عمران بزز من حوايج حفصة. هدى كتشوف حمد قالت ليه: يلا نمشيو للدار. عمران رجع شد في حفصة ومزير عليها. حفصة اللي شوية وتسخف عينيهم تلاقاو مرة أخرى، قدرت تشوف في عينيه مباشرة. هي أكثر وحدة تصدمت من تصرف عمران، بغات تهدر ولكن في اللسان اللي يهدر. واقفة حداه قريبة منه وريحته حدا نيفها وصوتو حدا ودنيها، قلبها غير مستقر وعينيها كيلمعوا، الفراشات في كرشها وعينيها في الأرض ما قداش تهزهم مازال. عمران غير سمع كلام هدى وهو يمد يديه لحفصة تهزو، وداكشي اللي دات حفصة كانت مصدومة وما متيقاش وسخنة طلعت ليها، حط راسو على كتفها وكيشوف باباه ببراءة. عمران بصوتو الملائكي قال ليه: بابا نديو حفشة للدار. الصدمة بنت على وجه الكل خصوصا حفصة، شوية وكانت غتسخف: كيفاش بابا نديو حفصة للدار؟ هدى عاد ما زادت شعلت، يلا كانت غدات ليها تنتفها ولكن شدتها الحاجة خديجة اللي بدورها طلع ليها الدم وشوية وطيح بالاعصاب. داكشي اللي بقات تدخل حفصة لدارهم ولكن ما تقدرش دير حتى حاجة قدام احمد اللي تصدم وشداتو الضحكة، مد يديه لعمران وقال ليه: اجي عندي. مشى عنده عمران وقال ليه: حشومة هي ما تقدرش تمشي معنا للدار. عمران شاف فيه والدموع على ين يطيحوا، زير على قميجة حمد وقال ليه: بابا حفشة. حط راسو فوق كتف حمد وبقى كيبكي. احمد بدا يسكت فيه ما بغاش يسكت، هز عينو في حفصة ولقاها كتشوف في عمران، بقى فيها ولكن ما عرفتش شنو دير. نقزت فاتحة اللي حضرت لهاد الشيء اللي وقع، قالت ليهم: غير سيري معاهم حتى يسكت ورجعي. حفصة شافت فيها بصدمة وتلبكات ما عرفت ما تقول، قالت ليها: انا. الحاجة خديجة قالت لها: غير يلاه معنا بنتي عندي للدار. احمد ما عرف ما يقول، بقى كيطبطب على ظهر عمران لربما يسكت ملي ما بغاش. هز عينو في حفصة لقاها كتشوف فيه ودغيا هربت عينيها. حفصة مزيرة على عبايتها وبقى فيها عمران وما بغاتوش يبقى يبكي، وكملوا عليها نظرات حمد اللي كان بحال كيطلب فيها بلا ما يقول حتى كلمة. عضات شفايفها وبقات بصوت منخفض واخا. عمران هز راسو والدموع على خدودو ابتسم ومد يديه ليها وتهزو وقال لها: حفشة. حفصة ابتسمت وبانت في عيونها ابتسامتها وهزاتو عندها كتمسح ليه دموعه. قالت ليه: عمران زويون، كل شيء كيشوف فيها وكيفاش دغيا سكت ملي شداتو. ابتسمت فاتحة وهي كتشوف فيها كيفاش كتعامل ولد ماشي ولدها وما كتعرفوش من مده طويله. حتى هذه هي حفصه اللي كتعرف حنينه على كل شيء وقلبها بيض من الحليب. مشات لدارها مخلياهم متوجهين لدار الحاجه خديجه، وقالت لحفصه تصوني عليها ملي تخرج من عندهم باش تلقى ليها. الحاجه خديجه وهدى غاديين سابقين، كل وحده مغدده اكثر من الاخرى، طالعين ليهم الزعاف. خديجه بغات تاكل راسها وكتقول هي السبب في هذا الشيء اللي واقع، كل ما جراتش عمران كل ما وقعش هذا الشيء.
اما هدى كل شويه وتدور تشوف حفصه اللي هزه عمران وكتضحك معاه، واحمد اللي موراها كيشوف فيهم مره. غصه في قلبها والدموع على خدودها دغيا تتمسحهم. علاش ماشي هي؟ علاش ما يشوش فيها؟ وعلاش ما يتزوجهاش؟ شنو خاصها؟ احمد غادي مورا حفصه بخطوات قليله، وعينيه على عمران كيفاش كيضحك معاها ومرتاح ليها. هبط عينيه وكيشوف الطريق ودماغه خدام كيفكر. ومره اخرى جاو عوينها السود بين عينيه، المعا اللي في عينيها كتخلي قلبه يضرب بجنون، يضرب بحال قبل ملي كان مع نسرين. ويمكن مشاعر قوى هاد المره، تلقاها مرات قليله وما يمكنش يكون مشاعر تجاهها بهاد السرعه. يمكن طريقه تعاملها مع ولده عجباتو ودخلت لقلبه عن طريق ولده. هز عينيه مرة أخرى وكيشوف عمران اللي شاف فيه هو الآخر، وضحك ببراءة وابتسم ليه أحمد بحب. حفصة اللي قلبها قريب يوقف من قوة ما كيضرب، كتموت من خجلها ملي كتفكر باللي هو موراها، وعارفه ما غيكونش كيشوف فيها، ولكن مجرد انه موراها ما كيفصلهم غير بعض الخطوات كتوترها. وجهها احمر تحت من النقاب وحشمانه وخايفه ما عارفاش مناش. وصلوا للدار وحلت الحاجه خديجه الباب، ما حملاش راسها كان طالع عليها الدم. ابتسمت ابتسامه صفراء وكتشوف حفصه. دخلي، مرحبا بك. حفصه قالت بخجل وصوت شبه مسموع، ترحب بك الجنه. دخلوا للصالون مفرشه فرش تقليدي. جلست حفصه وحطت عمران فوق فخادها كتلعب معاه، وهدى جلست قدامها كتعض على سنانها مفقوصه. اما احمد جرى عنده الحاجه خديجه وهمس ليها في ودنها. كبري بها الحاجه، ما نحتاجش نوصيك، انا غادي نخرج من بعد ونجي ندي عمران. الحاجه خديجه ابتسمت ليه وقالت ليه الله يا ودي ما تخافش، سير الله يسهل عليك. احمد حنا راسو وخرج وقال امين. الحاجه خديجه مع تسد الباب دات كتشوف حفصه بتعالي وهزه حاجبها. اش تشربي؟ حفصه شافت فيها حشمانه وقالت لها ما بغي. الحاجه خديجه قطعتها ما خلاتهاش تكمل هداتها، قالت لها ما بغيتيش عاد شربتيه ماشي مشكل. مشات لبيتها وبدلت حوايجها وزادت دباج اخرين ديال الذهب على ايديها، ورجعت جلست حدا هدى هزه رجل على رجل وكتهضر مع هدى بايديها وصوت الدبالج عالي. بنت اختي الحبيبه. شافت هدى فيها وقالت لها نعم. الحاجه خديجه غمزتها، قالت لها اليوم ان شاء الله ندوي مع احمد ونحددوا نهار زواجكم. هدى عينيها لمعوا وقلبها طار بالفرحه، حتى شافت الغمزه وعرفتها غير كتهضر باش تسمع حفصه الهضره. عضات شفايفها وفيها البكيه وهضرت بصوت منخفض وحني راسها وقالت لها حفصه ما كتسمعش ليهم اصلا، ما داتهاش فيهم كاع. مدات يدها تهز نقابها وهي تقول لها الحاجه غير خليه بلا ما تحيديه. حفصه شافت فيها مستغربه من رده فعلها وقالت لها نعم. الحاجه خديجه ضحكت ضحكه مفقوسه، قالت لها انتي غتمشي دابا غير خليه. حفصه حضرت عينيها وكتطبطب على ظهر عمران اللي بدا كيديه النعاس. الحاجه خديجه عوجت فمها، كانت بغاتها ترد معاها في الهضره باش تجري عليها بالشوها، مي حفصه ما دارتش اللي كانت متوقعاه. قالت لها قولي لي شحال في عمرك؟ حفصه ما هزتش فيها عينها وجاوبتها بهدوء، قالت لها عندي 24 عام. الحاجه خديجه قالت لها كتباني كبر، كان كيسحب لي عندك 29. هدى بعد ما كانت حزينه وطيحه عليها الضيم غير سمعت كلام خالتها تقدت في الجلسه وعجبها الحال. ضحكت بدلع وقالت لها والله لا. حفصه قامت تسوقت ليهم ومحافظه على الهدوء ديالها، قالت لهم الله يكبرنا على طاعته. الحاجه خديجه بدات كتعصب قالت لها امين. هدى قالت لها كتقراي؟ حفصه شافت فيها وقالت لها كنقرا في لافاك. هدى نسات راسها وابتسمت بلطف وقالت لها سعداتك. حفصه بقات فيها وقالت لها وانت ما كتقرايش؟ هدى قالت لها لا كنت خرجت من القرايه. حفصه قالت لها باقي الحال تقدري ترجعي. هدى تحمست وقالت لها بصح نقدر نرجع. الحاجه خديجه قرصتها وكتهضر مغدده اش غدير بشي قرايه بلاصه البنت في دار راجلها؟ حفصه كتهضر بشويه حيت عمران ناعس في حضنها. ايوا نقراو الحاجه حتى يجيب ربي الراجل. هدى بقات كتضحك. الحاجه خديجه ما رضاتش يلا غتجاوبها وقطعتها حفصه ونضت حطت عمران فوق السداري بشويه وهزت نقابها وتحنات عنده وباستو بحنيه ولوزت يدها على شعره. ردت نقابها على وجهها وخرجت بعد ما سلمت على الحاجه وهدى، واخا ما كانوش باغيين ولكن داروا لها واحد السلام اللي ناقص.
مشات لدار خالتها وشعور بالسعادة كيدغدغ قلبها. كل مرة كتشوف فيها عمران كتزيد تبغيه وتعلق به. دخل لقلبها بلطافته وبراءته. في الليل الهادئ شي ناعس مرتاح وشي مهموم كيفكر في يومه والنهار اللي بعدو كيف غيدوز، وشي كيبكي ويشكي على وسادته بقلب مكسور، وشي قايم صلاتو كيدعي لخالقو ويتعبد مولاه. أحمد بعد ما صلى قيام الليل وقرا ما تيسر من القرآن اتكى على سريرو كيفكر في موضوع زواجو. وفي الحين جات في بالو حفصة، بنت كتفكرو في نسرين ولكن بطريقة أخرى. عجبو كيفاش كتعامل مع عمران، وعجبو خجلها وعيونها السود اللي ما فرقوش تفكيرو. حط يدو على قلبو اللي سرعان ما بدا كينبض بسرعة ملي تفكر عيونها الكحلين. تنهد بصوت مسموع وسد عينيه وانتقل لعالم الأحلام. صباح الصباح وكل ناضي يقضي شغله ويترزق. كان جالس حمد حتى الحاجة خديجة اللي مبتسمة وكتهضر مع عمران وتمد ليه ياكل ساهي وكيفكر والكاساتي في يدو. حتى حطات يدها على يدو وكتشوف فيه بتساؤل. مالك ولدي فاش ساهي؟ حمد حط الكاس وقلب هدوء كيشوف في عينيها غنتزوج. هدى هزت عينيها فيه ولمعو ملي سمعت كلمته وقلبها كان غيوقف. الحاجة خديجة ابتسمت بفرح وشوية وكانت تنوض زغرت عنقاتو بالجهد قالت ليه فرحتيني اولدي الله يفرحك اخيرا سمعتي كلامي. بلاتي هاد الخبر خاصو تزغريتا. دات يدها فوق فمها وبدات كتزغرت لا 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 لا. احمد ابتسم عرفها غتفرح قال لها صافي الحاجة غتسطعي الجيران. الحاجة خديجة باستو فراسو وقلت كتفرنس طايره بالفرحه. قالت لها ولدي شحال فرحتيني الله يفرحك. احمد قال لها امين. الحاجه خديجه بس عمران قالت لي باباك غيجيب لك تهلا فيك الكبيده. عمران ما فهمهاش ولكن ضحك لضحكتها. الحاجه خديجه مبتسمه وقالت ليه ايوا قول لي شكون هذه اللي غتزوج. احمد حاني عينيه قال هدى. هدى هزت في عينيها كتبكي من فرحتها وحشمانه اخيرا حلمها غيتحقق. ابتسمت بحب وما عرفت ما تقول. عاودت حنت راسها وخدودها غيطيطقوا من الحموريه. الحاجه خديجه طايره من فرحتها ناضت كتجري تجيب تليفونها تعيط لختها تعلمها. بداو داك النهار بالتوجاد وحجزوا القاعه والنقافه والتريتور كل شي داروه دغيا. وصل نهار العرس والقاعه عمرت بالمعروضين. جالسه في البرزه باجمل قفطان والمكياج والشعر والتاج وكل شي هو هذاك. حداها حبيب قلبها شد ليه يدو كتشوف فيه بكل حب وهو كذلك. نوضوها وهو شد في يدها ما ساخيش بها. ركبت العمارية والابتسامة على شفايفها بكل سعادة وفرح. قربت من همها بقفطانها وفرحانة والدموع في عينيها. مدت ليها سلة ديال الحلوى زعما داك الفانيد وكتلوحو على المعروضين والموسيقى مالية المكان وكل شي فرحان معاها. عرفتكم ما فهمتو والو بغيت تزوج بهدى. ولكن اللي ما عرفتوش هو ان هدى ملي سمعتو بغيت تزوج وهي كتحلم هاد الاحلام الورديه. هابطة من الدروج والحزن والأسى والحقد باينين على ملامحها. ذات بخطوة تقل للصالون وبنت ليها الحاجة جالسة وشدت تسبيح كتسبح. دخلت عندها ونطقت بصوت خافت وهدى قالت غيتزوج بيها. الحاجة هزت فيها راسها وقالت ليها وقولي غير السلام عليكم بعدا. قالت ليها هدى وانت ما قلتي ليه والو قلتي ليه غير لا يسخر. لاش ما منعتيش لاش ما قلتيش ليه باللي ها السخطه تزوجتيها لاش. خرجت عينيها فيها. الحاجه قالت ليها كتغوتي عليا واش رفعتي عليا صوتك. وهدى قالت لها هو طاحت كتبكي حدا رجليها. اخالتي قلبي محروق يا قلتي غيديني انا يا قلتي غيديني لاش ما منعتيش لاش. خديجه قالت ليها الزواج ما كيكونش بالزز كيكون بالعقل وبالقلب وبالقناعه. شافت فيها وقالت ليها هدى قالت ليها صافي تخليتي عليا اخالتي تخليتي. دوزت يدها على راس هدى وقالت ليها ولدي ما غيكون غير البنت اختي هو بوحدو خاصو يقتنع باللي انت مناسبه لعمران وهي ما تسوى ما تصلح. خاصو يقتنع بوحدو الا جيتو منعتو غينسى فكره الزواج وغيسد عليك الباب. هدى بقات كتضحك وقالت ليها يعني انت معايا اخاتي ما تخليتيش عليا. شدت يدها وكتبوس فيها. الحاجه قالت ليها سيري عمران قبيله خلانا كنهضروا وطلع كيلعب سيري لعبي معاه. طريقك لقلب ولدي احمد هو عمران. هدى قالت ليها نفس الطريق اللي غتخليه يكره حفصه ياك. ضحكت ليها الحاجه وجبدت حناك هدى قالت ليها يخلي لي اللي كتفهم. هدى قالت ليها غنوض عن عمران دابا. تما تنيضه ومشات للكوزينه هزات كوكيز بالشكلاط والحليب وطلعت عنده للبيت ولقاتو كيلعب. هدى قالت ليه عمران ولدي جبت لك الماكله. هز عينو فيها وقال ليها سبعان. جلست حداه وقالت ليه ولكن هذا بسكوي بالشكلاط اللي كيعجبك.
قال لها كناكلو ديما ما بقاش تيعجبني. وهدى قالت ليه نشري لك د الفريز ولا د البنان؟ الفريز لا تيمرضني، ولكن البنان كيعجبني. وهدى قالت ليه صافي غنمشي اليوم ونجيب لحبيب قلبي د البنان، ودابا اجي نلعبوا بطوموبيلاتك. عمران قال لها واش بصح ياس غتلعبي معايا؟ بدات كتلعب معاه وهي ضحكه بلا نفس. في جهه اخرى كان عقلها شارد في اللي ملك قلبها. في بيتها شادة الطرز بين يديها وكترز، وبلا ما تحس غرزت يدها بليبرة وحطت كلشي من يدها كتم صبعها من الدم. سمعت تعيط امها من البيت كتنادي عليها باش تجي تغدى. خرجت من بيتها ومشات للكوزينه. حفصه قالت لها اعطيني نعاونك. حليمه قالت لها جيبي معاك الخبز وتبعيني. حفصه قالت لها واخا. تبعتها هز الخبز وحطاتو وجلست حدا باها كياكلوا في الصمت حتى انطق خوها. عبد الله قال لهم جاو الخطاب في حفصه. توفيق حط الخبز من يدو وكيسمع ليه. شكون هادو اولي؟ عبد الله قال ليه العشيه قالوا غيجيو عندنا وتعرفوهم. حليمه قالت ليها ما وجدنا والو. عبد الله قال لها هما بغاو غير يهضروا. شاف حفصه وقال لها اش بان لك؟ حفصه حناقها حمارو وتزنقات وكتشوف فيهم. قالت ليه اللي بغيتي اخويا. توفيق قال ليه الله يدير لي فيها الخير. كملوا الغدا ديالهم وهي بزز باش كدوز اللقمه من حلقها وكتفكر وما قادراش تزيد تكمل وناضت. حفصه قالت لها الحمد لله. حليمه قالت لها ما كلتي والو؟ قالت لها شبعت الله يخلف. ناضت بسرعه ومشات غسلت يديها وحكات سنانها ودخلت لبيتها نعست فوق الناموسيه وكتفكر في هذا اللي باغا يجي يخطبها، وقلبها تزير عليها لدرجه شدتها البكيه. تمنات كل ملك قلبها هو اللي جاي يطلب يدها، لكن سرعان ما نعلت الشيطان وقالت الخير فيما اختاره الله ونفضت افكارها. تعاشت العشيه وجات عمتها عندهم كتعاون امها ومشات تطلع على حفصه. فاتحه قالت لا العروسه. حفصه قالت لها اهلا عمتي جيتي؟ فاتحه قالت لها وكيفاش ما نجيش مازال ما وجدتي راسك راه الناس قربوا يجيو. حفصه قالت لها شنو غنوجد ما غاديش نبان راني دايره النقاب. فاتحه قالت لها كاينه النظره الشرعيه. حفصه قالت لها الا قبلت بها عمتي. فاتحه قالت وعلاش اللي ما تقبليش بنتي راه ولد الناس وما تلقيش بحالهم. حفصه قالت لها كتهضري بحال كتعرفيه. فاتحه قالت لها ومال خوك غيكذب؟ زادت فاتحه المريو وكتشوف. قالت لها اش غتلبسي؟ حفصه هزت كتافها وقالت لها عبايتي الكحله. شافت فيها فاتحه بتخنزيره ومخنزره فيها. فاتحه قالت لها عندك العزو؟ بدات الكسبه الطويله باليدين وواسعه بالبنفسجي الفاتح. فاتحه قالت لها غتلبسي هادي. بعد ساعات جا الليل، جالسه في بيتها ولبسه الكسوه اللي اختارت ليها عمتها فاتحه مع زيف في البيض، مخليه وجهها بلا ميكاب، خدودها حمر بالحشمه والمشاعل اللي تجمعوا عليها اليوم. شافت الباب تحلات وهزت راسها بثقاله. حفصه قالت لها عمتي. فاتحه قالت لها عيطوا عليك واش ما ناوياش تنزلي؟ تما توقفه وقالت لها غنلبس خماري ونهبط. فاتحه قالت لها راه النظره الشرعيه بنتي واش بغيتي توقفي في شرع الله اش غيشوف فيك بالخمار؟ تنهدت وزادت مع فاتحه حاسه براسها جثه غاده قلبها ضرها كيفاش غدي واحد وقلبها عند واحد. غاده وكتسائل واش هذا ذنب واش غتعاقب عليه. هزت عينيها ووسعتهم منين سمعت صوته، الصوت اللي رجع الحياة للجثة جاي كيجري نقز مع النقها. حفصة بابتسامة قالت عمران اش كدير هنا؟ عمران كيبوسها وقال لها ياس غتولي ماما غتولي ماما. حفصة شافت فيه وشافت في عمتها قالت لها كيفاش؟ فاتحة قالت لها علاه ما فخبركش بالله احمد هو اللي جاي يخطبك؟ حفصة بصدمة قالت لها شنو كتقولي؟ فاتحة قالت لها مالك مبهوضة احمد ولد الناس ما تلقيش محسن منه وعمران ولفك وعزيز عليه وتوكلي على الله. ما كانتش مصدومة حيت ما بغاتوش ولكن حيت امنيتها انها تجمع معاه تحققت ليها في الوقت اللي ظنت باللي بعدات بمرة. قلبها بدا كيضرب بالجهد وداتها كلها كترجف. اما في الصالون كانوا الرجال كيهضروا فرحانين. توفيق قال مرحبا بكم نهار كبير هذا. حمد قال ليه الله يكبر بك عمي. شاف عبد الله وقال ليه عبد الله قال لكم على الجينه. توفيق قال ليه اياها ولدي. حمد قال ليه جيت طالب راغب بنتكم على سنه الله ورسوله. توفيق قال من عند الله يكمل كل شيء مبارك ومسعود ما غلقوش بحالك ولدي ولكن صبر علينا نسولوها. عبد الله قال لهم انا نسولها الوالد. نض عبد الله عندها وبات ليه واقفه في الدروج هزت راسها فيه وكتشوف وعاد وعات على راسها وحنات عينيها الارض. شاف معاها عمتهم وقرب ليها ومبتسم كيتمازح معاها. كبرتي وغتولي عروسه. فاتحه قالت لي ما تحشمهاش لينا.
عبد الله قال لها ايوا شنو قلتي؟ احمد جاي يخطبك من عندنا، شوف يا اختي الكلمه الاولى والتاليه ديالك. حفصه باستحياء وصوت خافت قالت ليه اللي عجبك اخويا. عبد الله قال لها هيا نتوكل على الله. حركت راسها باه وتسمعت الزغروسه ديال الفاتحه اللي كانت بمثابه جواب لأحمد اللي ابتسم على اثرها. حدا صالون د الرجال كان صالون د العيالات. كانت هدى وخديجه كينخنزروا ملي سمعوها. شافت هدى بعيون باكيه في خديجه. هدى قالت لها وافقات. حطت يدها على ركبه هدى وقالت لها مازال ما داروا في الطاجين ما يتحرق، انت بوحدك اللي غنامنك على حفيدي. شافت فيهم ام حفصه كيوشوشوا وابتسمت ليهم. حليمه قالت لهم الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. تنهدات خديجه وحطت يد على يد، الشي اللي خلى صوت برجها مسموع، وقالت بنفور امين. دخلت حفصه للصالون، سلمت عليهم وجلست حدا عمتها. هزت راسها في هدى وخديجه، ما فهمتش نظراتهم ليها ولكن ما ارتاحتش ليهم. تنهدات هدى وهي كتشوف حفصه. هدى قالت لها ايوا فين خيمارك، شفتي الراجل وانت تحيديه؟ وهي تضحك بالجهد. ابتسمت ليها حفصه ونطقات بهدوء، قالت لها ما خصنيش نلبسو في النظره الشرعيه. هدى قالت لها كيفاش زعما كيفاش؟ فتيحه قالت لها يعني منين تشوف عريسها خاصها ما تلبسوش. تمات واقفه منين بان ليها عبد الله كيعيط. ايوا نوضوا خاص العروسه تدخل عند العريس. تمو نايضين كلهم الا هدى اللي جالسه. شافتهم خرجوا وجمعت الكمات يدها وهي كارزه سنانها. هدى قالت مع راسها غير حلمي غير حلمي، هو غيكون راجلي انا ودابا تشوفي. غاديين كلهم جهة الصالون د الرجال ما عدا هدى اللي بقات في الصالون د العيالات. خطوه مور خطوه نحو قدرها وقلبها كيدق بالجهد. دخلوا العيالات لعند الرجال وهي بقات متردده، كنت تدخل حتى عيط ليها باها. توفيق قال لها بنتي حفصه دخلي. دخلت وعينيها في الارض بالحشمه ما قداش تهزهم وحنا كتزنقوا. قربت من باها اللي كان واقف، ما عرفتش واش تشوف فيه ولا لا. سنين طويله ما شاف غير بوجهها. هزت راسها بشويه فيه، كان حاني. حس بنظراتها وهز راسو فيها، غير تلقاو العيون ونزلت راسها. حس بنظرات حمد كياكلوها، كان مبلوكي في جمالها واحساسه تحرك. ثواني معدوده فاش شافها خلات قلبه يضرب، قلبه اللي كان في سوبات السنين. حتى بانت هي في كل مره تيقرب ليها كتنوض حرب في قلب جوفو. واليوم منين شافها اعلن الاستسلام قدام هاد الحرب، خسر معركته قدام سواد عيونها. طلعت في عينيها ودغيا هبطتهم، لقاتو مازال كيشوف. خرجت من الصالون بالزربه لبيتها وتبعتها عمتها. فتيحه قالت لها مالك هربتي؟ حفصه قالت لها قلبي غير سكت حشمت بزاف. فتيحه قالت لها هادشي عادي ابنتي، كاملنا دزنا من هاد المرحله. حفصه كتلبس نقابها قالت لها ما نقدرش نبقى بلا بيه. فتيحه قالت لها اللي عجبك. رجعوا هبطوا ودخلوا تاني للصالون، جلسوا وبداو كيهضروا على الخطوبه. عبد الله قال خير البر عاجله، السيمانه الجايه نديروا الخطوبه. احمد قال انا موافق. خديجه قالت لهم نديروا دابا غير الخطوبه، نركبوا الخواتم ولا كط من بعد. بهمس قالت اللي زربوا ماتوا. توفيق قال ان شاء الله. حليمه قالت الله يكمل كل شيء مباركم سعود. ناضوا كيتسالموا ويفرحوا مع بعضياتهم من غير خديجه اللي كتقولها فوق قلبها وما حملاش راسها. اما حفصه كانت هزه عمران كتبوسو ومعلق فيها، وخرجت معاه نساها في كاع التوتر اللي حست به. خرجوا كاملهم. الحاجه ما بقاتش باغا تزيد تجلس، طلبت منه يمشي يجيب الولد ويمشيو بحجه انها عيانه. مشى يجيب ولده من عند حفصه، وقف عليهم وهما كيهضروا ويضحكوا ويكحوا بشويه. احمد قال لهم اسمحوا لي قطعتكم. عمران قال بابا كنت كنلعب مع ماما حفشه اجرده مالحه، فاش غنديوها للدار غتبقى تلعب معنا تانتا. خربش ليه شعرو ونطق قال ليه ان شاء الله البطل. هزو تم خارج. كتشوفهم خارجين وبقات متردده واش تهضر معاه ولا لا. حفصه قالت احمد اسمح لي نقول لك واحد الحاجه. احمد عينيه في الارض وهز عمران قال ليها مرحبا. حفصه قالت ليه ما نقدرش نركب معاك الخواتم وانت ماشي راجلي حيت. احمد قطعها وقال لها فهمت، وحتى انا ما غاديش نقيسك وانت ماشي مراتي، ولا بغيتي صباح الخطوبه ندوزو عند العدو ناخذو كتابنا لما عندكش مشكل. حفصه ابتسمت تحت نقابها وقالت ان شاء الله. احمد قال لها في امان الله ومشى. عمران كيدير لها باي 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 ماما حفشه، كدير ليه باي باي وفرحانه من قلبها، ومني تقلبها تحققات. مشات لبيتها وغطر بالفرحه ورجعت فيها الروح. دخلت عندها امها وعمتها فرحانين بها وكيزغرتو وجلسوا يتناقشوا على شنو يوجدوا التحضيرات اللي غيديروا في الخطوبه. بعد مرور اسبوع
راكبة في اللوطو مع عمتها وخوتها، لابسة خمار في الرمادي مع سبادريل في البيض، كتلعب قفازتها في يدها وهي ساهية. سيمانة دازت ما شافتوش وما هضراتش معاه، حتى من رقمها ما خداهش، ودابا متوجهة للعدول باش تعقد معاه. للحظة فكرت باللي يقدر يكون بدل رأيه، يقدر يكون ضرب ناقص. فقت مستهوتها ملي سمعت خوها كيهضر في التيلي. عبد الله قال صافي راه قربنا 2 دقائق وحنا تم. قطع وشاف حفصه وهو يضحك قال لها راجلك مزروب. حفصه قالت لي واش هضرتي مع احمد؟ عبد الله قال لها وعلى مالك شكون هو راجلك ياك ما ناوي ديري شي حد اخر؟ فاتحه قالت ليه مسكينه ما ديش عليها الحب كيدوخ. بداو يضحكوا عليها في حين هي لبست قفازتها وحنا ترى حشمانه. عبد الله قال لها وصلنا. نزلت مع خوها وعمتها. خوها اللي توجه عند احمد اللي كان كيعينهم في الباب، هزت راسها فيه بشويه، غير تقبلوا عيونهم ونزلاتو وقلبها كيضرب بالجهد. ابتسم بثقاله وسلم على عبد الله في حين قرا السلام على حفصه وعمتها. دخلوا لعند العدول اللي خدا لاكارت وبدا في اجراءات الزواج. سول حفصه واش موافقه، هضرت وهي كتلعب بيدها، قالت ليها ولكن باقي ما سولتيش على شروطي. شافوا فيها وقالت ليها فاتحه يهديك الله اش مشروطه بنتي؟ احمد قال لها ما عنديش مشكل تقدري تشرطي اشنو بغيتي. حفصه حني راسها وقالت ليه هذا عامل الاخر في الماستر، نتمنى ما يكونش عندك شي مشكل اني نكمل قرايتي. ابتسم ليها وقال لها وعلاش غيكون عندي مشكل، تقدي تقراي قد ما بغيتي شي شرط اخر؟ حركت راسها بالله وكمل العدو اجراءاته وهما يسنيو. وبعد ما وافقوا بجوج بطبيعه الحال خارجين من عنده وحس براسها في شكل. دابا هي مرت احمد حلالو غاديه مرفوعه وقلبها كيشطح، احاسيس كثيره ومشاعر تجمعوا عليها. وقفوا حدا اللوطو. عبد الله قال لها في العشيه تركب الخاتم اجي بكري انت والعائله عندك تعطل. احمد قال ليه ان شاء الله. ركب عبد الله وعمتها في حين حفصه جات تركب ووقفها صوته. وقفت جامده ودارت عنده، غير تلاقاو عينيهم نزلت راسها. ابتسم حيت واخا ولات مرتو باقي كتهرب عينيها. مد يدو ليها وشافت فيه، مدات يدها ورجعتها قبل ما تلمس يدو. نفس الحركه دارت 3 د المرات. ضحكه خفيفه حل يدو اللي كانت فيها بوطد الخاتم. قال لها نتمنى يعجبك ولا ما عجبكش نقدر نبدلو. مدو ليها وشداتو بالزربه، حلاتو. كان خاتم بسيط وسامبل فيه جوهره كتلمع وجماله في بساطته ملائم لشخصيتها. عيونها لمعوا ونطقات بلا شعور. قالت ليه زوين بزاف شكرا. احمد قال لها العفو هادشي كيوقع بين المتزوجين. احنا راسو زاد في حين هي شد الخاتم كتشوف فيه وكلمت بين المزوجين كتعاود في ودنها. يلا بغات تلبسو ووقفها صوتو. قال لها ما تلبسيهش خليه حتى الليل ولبسو لك. ابتسم ليها وركب اللوطو. كسيره بعيد بعد ما دا قلبها معاه. مسافة الطريق وصلوا ونزلوا داخلين. سمعت صوت زغريته من الباب وضحكت بالجهد. فرح جات عندها معنقاها. فرح قالت لها ايوا الناس كبروا وبغاو يتزوجوا انا اخر من يعلم، من نهار تزوجت وليت برانيه ياكو. حفصه قالت لها حاشا اختي حاشا. شافت فخوها وعمتها وقالت امضرا تزوجات ما ربطش يكون في نص الطريق ياك. عبد الله قال لها في واحد الدقيقه صحابني غتهرب وقفتنا في النص، ما تحركوا تتوافقوا على شروطي والسي احمد ما يقدرش يقول لا للمدام. حفصه قالت لهم ايوا صافي لا تبجرى لبيتها. توفيق قالت لهم بعدوا ليا من بنتي نتوما ديما كتشدوا فيها. بدا كيعيط ليها حفشه اجي يا بنتي احمد غا كيضحك معاك زعما بغيت نقول عبد الله. بداو كيضحكوا وخالقينها مع بعض. دازت ساعات وجا الليل، قرب موعد تركب الخاتم. كانت مع اختها في البيت. فرح قالت لها غير هاد العكر هانتي خفيف والله حتى خفيف ديري غير هاد العكر. حفصه قالت لها لا ما بغيتش. فرح قالت لها ياك غنكونوا غير حنا وعائله راجلك وراجلك غير هو وجوج نتوات في المشكل وحتى من راجلي ما كاينش عافاك غير اليوم. حفصه تنهدت وقالت لها صافي غير شويه صافي. فرح قالت لها واخا غير شويه د العكر وماسكارا صافي. زادت كتقد ليها مكياج خفيف شويه د الكحل وكلوز وشويه د لونتي سيغن. كان داكشي خفيف وظريف. قدات فولارها اللي كان في البلون كاسي ولبست قفيطين. زيدتها اختها وجلستها حدا احمد. بقات جالسه بلا ما تهضر ولا تنطق، بقات كتحك بوحدها في يديها نتيجه التوتر. بقات هكذاك لدقائق حتى نطق احمد وقال لها ما كاينلاش توتري خدي راحتك راه ما كناكلش. هو يبتسم ليها. ابتسمت ليه وتنفست بالجد ونطقت بهمس قالت ليه غير سمح ليا. حانت راسها وبقات ساكته. بعد دقائق بداو تلبس الخواتم. شربها الحليب والتمر وفتيحه قالت لها شربيها بنتي.
حفصة هزات الزلافة كترعد، كانت غير طيحها، ما حست غير بيديها تحطو على يديها، وسعات عينيها مصدومة، حاسة بأطراف صباعها جمدو، الرجفة شداتها وقلبها غيفاه يسمع دقاتو يفضحها، شرباتو ويديه باقي على يدها، انتهتها ومدت ليه التمر، مدوا ليهم الخواتم وهز الخاتم بغى يلبسو ليها وما بغات كاع تطلق يدها، ابتسم بشويه ونطق بهمس قال ليها يدك، مداتها بشويه ويلا جاي يلبسها وحيدتها، خلات الحاضرين يضحكوا عليها، فرح قالت ليها ما كياكلش غير عطيه يدك، مدت ليه يدها بعد تردد، لبسها الخاتم ونفس الشيء هي لبست ليه الخاتم، انظرها عليهم، شافت في خالتها وقالت ليها ديك دايره النقاب علاش خلاتو يقيس يدها، خديجه قالت ليها تيقتي هادو كيلقاو الراجل كينساو القبله فين جات، بعد ما لبسوا الخواتم في جو الضحك والنشاط تعشاو مع العائله مجموعين وقطعوا لاطارت اللي جاب، فرقوها على الناس، خرج حمد توجه مع الرجال للصالون في الفوقي يخليو اتساع العيالات يحتفلوا على راحتهم. كانت حفصة جالسة وشادة طبسيلها، ومرة كتشوف خاتمها اللي مزيين يدها وتبتسم وكتستنشق عطرو اللي باقي في بلاصتو، يلا هزت معلقة الكاطو بغات ديرها في فمها، حست بيد عمران على رجلها، عمران قال لها ماما حفشة، كيرمش فيها بعويناتو ببراءة، كتباني جوينة اليوم، حفصة ضحكت حتى تكمشو جنب عينيها وكيقتلها بكياتو، هزاتو عندها وداتو على ركابها وعنقاتو بيد الاخرى، قالت ليه حتى انت زوين الله يحفظك وينجيك، عمران نعت ليها جيت الكاطو وقال لها حتى انا بغيت، ابتسمت ليه باسف وقالت ليه قالت لي هدى بلي كيضرك الحلاوه حبيبي، شاف فيها باسف وقال لها ولكن هي اللي قالت لي نجي عندك تعطيني، حفصه قالت ليه بصح خلات لي الحلوه ديالك، اش بان لك تاكلها صحيه وما فيهاش الحلاوه بزاف، ضرباتو النيفو براس صباعها وهز راسو بواخا، زدت معاه خرجت وجهت للكوزينه، جبدت الحلوى من الثلاجه وقطعت ليه طرف، حطتها في الطبسيل وخلاتو ياكل، كياكل وكيتبنن وهي كتمسح ليه جنب فمو وهو كياكل وكيتبنن وكيلعب ليها في وجهها، عمران قال ليها حلوى حمرا بحال وجهك، ضحكات حيت عرفاتو قصد حناكها، حفصة قالت ليه احلي واد الفريز خاصها تكون حمراء الفريزه ديالي، وبستو في خدو، حتى بدا كيكحب بشويه بشويه وديك الكحه غدا وكتزاد، حفصه كمشات ملامحها وكضرب ليه على ظهرو بشويه، هزات كاس الماء عطاتو ليه يشرب، وديك الكحبه غير ما زادت تجهدات ولا حمر، وحفصه غير كما كتزيد تخلع، شهقات بالجهد منين طاح من الكرسي كيفركر في الارض وجهو حمر، وكحتو غدا وكتزاد ومسموعه بزاف. دخلت خديجة للكوزينة وقالت اويلي مال الدري، دارت عند حفصة وطاحت حداه، اش درتي ليه، كتشوف فيه وكدوز ليه على شعره وهو سخفان، عنقو كيطلع النفس بالجهد ولا حمر والدموع في خدو ووجهو تنفخ ولا كله حمر، اما حفصة غير كتبكي، فاتحة قالت لها ياك ما حصلت ليه شي حاجة، حفصة شافت فيها وعينها حمرين، قالت لها ما عرفتش وكلتو غير لا طاغط وبقى ما كملتش هداتها وقطعتها خديجة مصدومة، علاش توكليه، شافت في النص اللي بقى على الطبلة وعينيها خرجوا ووجهها ولا صفر بالخلعة، هاد الفرايز اويلي عيطوا لي على ولدي، عيطوا على احمد، داخل كيجري، في الاول ما طلعوش الرجال عند بالهم غير العيالات خافوا من شي حشره، لكن هدى كانت كتعاين غير سمعت غوات حفصه جرات عنده تعيطلو، دخل بالجرة هز ولدو وشاف حفصه كتشهق، زادت موراه بالجرة وركبوا في الطوموبيل وركبت معاه مو هدى، طبطب على كتف حفصه وركب، شافت فخوها وكتشهق بالبكا، حفصه قالت ليه يلا نتبعوهم يلا، عبد الله قال لهم جيبوا ليها خمارها، جبتوا ليها فرح بالجرة وركبت كتلبسو في اللوطو وكسيرة تابعهم، مسافة الطريق نزل في باب الكلينيك، هز الولد بين يدوه وكيجري به، دخلوه المستعجلات داروا ليه الاكسجين والاسعافات الاوليه، طاحت خديجه حدا الباب كتبكي، هدى قالت لها ما تخلعيش خالتي إيك غير الحساسيه، خديجه قالت لها راه كتقتل بنتي كتقتل كتقطع في كبيتي النفس، كبتي غيموت ليا كبتي غيموت، حطت يدها على صدرها ومخلوعه، شافت في الاطباء كيتجاراو، حطت يدها على فمها بخوف وقالت اويلي اش درت انا اش درت، بعد ما سعفوه نقلوه لغرفه ثانيه، وفي هذا الاثناء وصلت حفصه، مشات بجرة شادة في يديه، داوه وبقات واقفة كتبكي، حست بيد على كتفها، أحمد قال لها الحمد لله داز مرحلة الخطر بلا ما تبكي، زاد دخل مع عمران في حين هي بقات واقفة مورا الزاج متحسرة وكتلوم راسها كتقول في نفسها هي السبب وكانت غتسبب في موتو، كان حمد حدا عمران شد في يديه والطبيب عبر ليه السخانة،
الطبيب قال ليه غيكون بخير ان شاء الله. زيد رد بالك معاه الله يخليك، الفريز يقدر يسبب في موته بالشفا. شاف عمران وقال ليه على سلامتك البطل. طلع عويناتو في باباه وكيبان مهدود، وكاع ديك الحموريه اللي كانت في وجهه رجعت بالصفوره. احمد تحضر عنده وكيدوز ليه على شعره. كي كتحس ولدي واش مزيان ما كيضرك والو؟ عمران قال ليه كضرني كريشتي سي سويه. احمد هز يدو وباسها قال ليه دابا ما تبقاش تضرك، غير صبر شي شويه ياك بابا. عمران هز راسو بشويه وقال ليه فينا هي ماما حفشه، فينا هي؟ سكت شويه وقال ليه واش شفتيها جات جوينه اليوم؟ احمد تلقى قاهات بشويه قال ليه شفتها اولدي. تنهد وقال ليه ما تهدرش بزاف باش ما تبقاش تحرقك الكريشه. كانت كتشوف بحزن ودموع تحت نقابها ما حبسوش. عبد الله قال لها غنمشي نبدل بلاصه اللوطو قبل ما يعيطوا. حفصه قالت ليه واخا اخويا واسمح لي عذبتك. عبد الله قال لها اش هاد الهضره علاش حنا خوت؟ زاد خارج وبقات هي كتشوف عمران مورزاج، حتى حسات بشي يد جرتها بالجهد. خديجه معصبه قالت لها انتي اش باغا كديري هنا؟ واش ما كتحشميش تبعنا حتى لهنا؟ حفصه قالت ليها الله يهديك خالتي، كنطلب السماحه ونعاودها، عارفه راسي انا السبب لهذا الشيء اللي وقع لعمران، ولكن الحمد لله دازت على خير، وانا ما بغيتش نضرو ما بغيتش. خديجه قالت ليها وباقا كتهضري بوجهك احمر، من نهار شفتك كحلت بالعمى كنت عارفك ما غيجي من وراك غير المشاكل. كيف ما دخلتي لحياة ولدي حمد غتخرجي منها بلا يضره ليه. بغاك تربي الولد صدقتي باغا تقتليه. دفعتها من دراعها ودخلت عند حمد وعمران. اما حفصه حسات بقلبها تزير غيخرج من بلاصتو، وسمعت هضره كيف السم قطعت قلبها. زادت عندها هدى وقالت ليها ايوا حبيبه اللي ما قدر على ولاد ما يربيهمش، ما تعلقوش فين تفلقوا. صارت بجد ودخلات. شافهم دخلوا وناض. احمد قال لهم جلسوا معاه شويه غنمشي نشوف مرتي. هدى قالت ليها كيفاش مرتك داتو غير الخطوبه وبعد ما كانت قطعها وقال لها انا وياها مزوجين اختي ضربنا لقط في الصباح. خرجوا خلاهم. هدى قالت واش سمعتيها اش قال خالتي؟ خديجه مشات عند عمران بالها غير معاه ما داتهاش فيها. خارج كيقلب عليها بانت ليه جالسه كتبكي بصوت خافت وكتافها كيتهزوا مع كل شهقه. جلس حداها وقال لها قلت لك راه بخير علاش كتبكي؟ حفصه قالت ليه انا ما نصلحش نكون ام ليه، انت غلطتي منين ديتيني. شافت فيه ورموشها باينين بلي فازقين بالدموع. قالت ليه ندمتي ياك ندمتي؟ هز طرف صباعو وكيمسح ليها دموعها. قال لها عارفه اركان الايمان ياك؟ اش هاد السؤال؟ اكيد عارفه، وعارفه باللي من بينهم الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره. انني عرفتك كانت حاجه زوينه في قدري، والشي اللي وقع اليوم لعمران حاجه خايبه في قدره، والحمد لله دازها. وغير فاق سول عليك، وشكون كنتي ماما خايبه كان غيسول عليك؟ اكيد لا، وانا اصلا ما تزوجتكش غير على قبل عمران. ضحك وقال لها حتى لما كنتيش ام صالحه غتكوني زوجه صالحه متاكد. ابتسمت في عز دموعها. قال لها نوضي نشوفوا ولدنا. مد لها يدو وهزت عيونها فيه. كيفاش ما تخلاش عليها واخا غلطات، تصرفه البسيط خلاها تزيد تعشقه. شدت في يدو ودخلوا عنده. خديجه شاده في يد عمران قالت ليه ولدي كبيتي كيف بقيتي شويه؟ كتمسح في دموعها وقالت ليه ما تبقى تاكل من يد حتى واحد من غيري، هنا وصيتك. احمد قال لها ماشي وقت هاد الهضره الوالده، حفصه ما بقاتش غريبه راه ولات ماماه، هي ما عارفاش بلي عنده حساسيه. خديجه دات لعندو وشافتو مدخلها قالت ليه اش من مرا كانت غتخرج ليا على الولد وتقتلو وانت كتقول لي ماماه، وهذا الشيء مازال ما داتو في الطاجين ما يتحرق ودغيا جيتي منها. احمد كرز على سنانو وقال لها الوالده راه مرتي دابا وعلى ذمتي، هاد الهضره دابا ما غتزيد ما غتنقص غير غتزيد تعصبني، وقبيله قلت لك راه انا وياها مزوجين. الحاجه قالت ليه على قله البنات كون ديتي بنت خالتك كون هنيتيني. عمران نطق وقال لهم هدى ما بغيتهاش تكون ماما، هي اللي قالت لي نمشي عند ماما تذوقني من الكاطو، هي اللي عطاتو ليها وقالت لي سير راه توكلك هي، ماما ما دارت والو. انا قلت لهدى الفريز كيضرني واخا هكذاك درت لي يدي في كريشه، هدى خايبه بغيت غير حفشه. زادت حفصه عند عمران وقالت ليه صافي اما ما تغوتش. وهدى قالت لهم عندكم تيقوه راه غير بروح واش كيكذب. شافت فيها خديجه وكرزه على سنانها، هزت يدها ونزلت عليها بتصرفيقه. خديجه قالت لها عمرو كذب عمرو، وانا كنقول مالك مهدنا، قولي ساكته على خزيت بغيتي تخربي الخطبه وبحفيدي.
أحمد حس بالسخونية طلعت معاه. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إوا شتي بنت اختك من شحال وانا مغمضة عيني على تصرفاتك، ولكن وصلت بك لهاد الدرجة، لدرجة تقربي لولدي، هذه اللي كنتي باغا تكون أم لولدي، أدوي ماما. هدى قالت لهم ما صحابنيش غيضروا، صحابني غير حساسية صغيرة. خديجة قالت لها ياك الكلبة، هذا هو خيري، كنت باغاك لولدي، صدقتي الفعة، وصلت بك الضري عمران، فين تعماو ليك دوك العينين، حمد ربي منين ما داكش. هدى بحقد كتبكي قالت ليها انت اللي فين كنتي خليتيها تزوج بيه، من نهار عقلت على راسي وانت كتقولي انت لولدي، وفي الاخر شنو طرا، تزوج نسرين ومن بعد نسيتو وقلت ما كسبش ونشوف حياتي، وملي ماتت شنو طرا، رجعتي كطمعيني، رجعتيني كي الجفاف ديالك اللي قلتيها كنديرها. ضحكات بسخريه وكملت هداتها وعاودت تزوج. وهدى مسكينه ضربوها الحيط. خديجه قالت ليها اش بغيتيني ندير لك، انت ما عرفتيش منين دوزي ليه والو، كلشي درتو معاك ولكن ما بغاكش، واش لصقوا فيك بزز، انا بغيتك ليه باش تحني على حفيدي، صدقتي باغا تضريه. احمد قال بلا ما تخليني ندير شي لعبه ماشي تالتم، خرجي رحم باك. زادت عنده حفصه وشدات في يده وقالت ليه تهدن. قال ليها ولدي حفصه كانت غتقتلو وكيفاش باغا نتهدن. حفصه قالت ليه ما تخليش الشيطان يلبسك. نطقات خديجه وقالت غنعيط للبوليس هما اللي يباليو بك. حفصه قالت ليها تنتي خالتي ما تخليش الشيطان يلبسك، كتبقى بنت اختك حشومه تحبسيها اولا، الا لبسها الشيطان دقيقه ودرات عمران غلبيه انتي وما تخليهش يلبسك. خديجه قالت ليها ولاش ما قلتيش لي بلي الحلوه هي اللي عطاتها ليك، علاش؟ حفصه قالت ليها ما كنتش عارفه بلي نيتها كانت خايبه، وعلى كل الرب غفور رحيم، علاش حنا ما نسامحوش، والحمد لله دابا عمران راه بخير، وهدى ماشي شي وحده اللي مجرمه ولا خايبه باش تدخل الحبس وتقابل اشكال خايبه، غير الشيطان لعب بيها. هدى قالت ليها علاش كتدافعي عليا بعد ما ضريتك وبعد ما خالتي وقفت ضدي، علاش؟ حفصه قالت ليها اي واحد في هاد الدنيا كيستاهل فرصه تانية، يمكن ما لقيتيش الشخص اللي يشد بيدك ويقنعك تكملي قرايتك وتحققي احلامك، يمكن حيت ما لقيتيش هاد الشخص قنعتي راسك باللي الزواج هو الحل، ولكن الزواج عمره كان بالسيف، ربي كاتب لك شي شخص عنده وغيجي النهار غتلاقاي بيه وغتجمعي معاه وغيبغيك بالخاطر. وهدى كتمسح في دموعها وقالت ليها حتى حد ما جبد لي القرايه، اصلا واخا كنت كنحماق عليها، كلهم مور طلاقي بغاوني نتزوج، حتى حد ما بغاني نقرا ونستقل براسي، وانا فكرت باللي حمد، وبقات كتشهق. ذات حفصه وعنقتها قالت ليها بكي. وهدى كتبكي وقالت ليها سمحي لي. حفصه قالت ليها ما درتي لي والو، اي واحد فينا فيه جزء اناني شرير وخايب، وانت قدرتي تغلبي عليه، هذا هو المهم. بعدت عليها وشافت فيهم، قالت لهم اسمحوا لي ما قدرتش تهضر مازال احنا ثلاثه وخرجات. ذات حفصه عند عمران وقالت لي حبيب قلبي، كتهضر وكتضحك معاه وعيون الحاجه عليهم، ضربت في كتف ولدها وقالت ليه مبروك عليكم. حفصه قالت لها الله يبارك فيك خالتي. خديجه قالت لها سمحي لي غوت عليك قبيله. حفصه قالت لها اي واحد بلاصتك كان غيغوت، في الخوف ما كنشوفو والو قدامنا. احمد قال لها ودابا اماما واش نتي راضيه على زواجي اماما؟ خديجه قالت ليه لا، خاصة ندير لكم عرس فاعل تارك. نطقوا في دقه واحده قالوا لا. خديجه قالت لهم مالكم؟ حفصه قالت لها بصراحه كيعجبني العراسات اللي بساط. احمد قال حاجه بسيطه الوريده وصافي. خديجه قالت لهم فرحتوني، صحابني درتو بناقص من العرس، شافوا في بعض وضحكوا بالجهد. خديجه قالت ولدي عمران خلعتي باباك وماماك. دازوا أيام وأسابيع ووصلت ليلة العمر والفرحة في دار السي توفيق كبلات، كل شي حاضر، مشاركين مالين الدار فرحتهم، العيالات مجموعين في الصالون والرجال مجموعين في الصالون، دايرين عشاء بسيط بين العائلة والجيران، وجمال العرس في بساطته، خصوصا حفصة اللي من ديما كتمنى من الله يرزقها راجل مزيان يبغيها ويصونها ويحترمها، والراجل اللي ديما كتفكر فيه وملك قلبها وعقلها، ها هي اليوم غتمشي عنده عروسة وتولي مراته. كانت جالسة في بيتها ولبست كشيطة بيضة بالنقاب بيض وتاج فقط، عينيها اللي كيبانو مشفرين وكبار، كتشوف خاتم عرسها وعينيها كيلمعوا، حتى تحطات يد اختها فوق كتافها. فرح قالت لها جيتي كتحمقي ما شاء الله عليك، اليوم السي احمد يدوب. حفصه احناك هاد الزنقه وقالت لها حشمي وبقات كتضحك. فرح قالت لها ما تفكري في والو، كلشي غيدوز مزيان. حفصه قالت لها ان شاء الله.
دخلت عندهم حليمة وقالت لها: الله يكمل كل شيء مبارك ومسعودة بنتي، يلا نخرجوا راه راجلك عيط لك. حفصة قالت لها: غنمشي دابا. حليمة شدتها للبكية وقالت لها: ما سخيناش بك بنتي، ولكن حياتك مع راجلك تهلاي فيه وتهلاي في عمران. عنقتها كتبكي وحفصة دموعها شلال، كتعنق في اختها وامها، وعاد خرجت شهقات خفاف في حلقها. بداو كيعشقوا على النبي حتى خرجوا من الدار، وعنقت باها وخوها كتودعهم. ركبت في الطوموبيل حدا راجلها وكتمسح دموعها بكلينكس، وشد عمران عندها اللي كان فرحان وكيلعب بيديه. وحمد غير كيشوف حفصة وعارف شحال صعيب البنت تتزوج وتبعد على والديها. عذرها وحط يدو على كتفها كيطبطب عليها. مسافة الطريق نزلوا في الدار، دخلوا لدارهم وعمران نعس. هزته خديجة مبتسمة ليهم ومشات تحطو في بيتو. أما حفصة تبعت حمد لبيتو كتشوف في شكلو، فهمها وخرجوا خلاها تاخد وقتها وراحتها. وداكشي اللي دارت، حيدت تكشيتها ونقابها وخدات بيجامة من لافاليز ديالها، لبستها وطلقات شعرها. جمالها زاد برز بشعر طويل. دخل حمد لعندها اللي تبلوكا فيها، قلبو ضرب وما ينكرش احساس الحب اللي جاه من جهتها. اما هي بداتها الرجفه من صباع رجليها، خصوصا انها معاه بوحدهم. قرب ليها وشد يدها بيديه وبسهم ليها ونطق. قال لها: ربي كيبغيني من صيفطك ليا. حفصه ابتسمات وتشجعت وقالت لها: ربي كيبغيني انا من نحقق ليا امنيه قلبي. احمد قال لها: اين امنيه؟ حفصه قالت لها: كنت كنشوفك شحال هادي. وعاودت ليه على المرات اللي شافته. بقات صورتك في بالي ودخلتي لقلبي، دازو سنين وعمرني نسيتك، وبالصدفة شفتك في عرس خويا، وما تيقتش بلي انت. ما عرفتش واش ربي رجعك ليا وحقق امنية قلبي ولا كانت غير حلمة وغادي تدوز. حمد ابتسم وقلبه كيزدح. قال لها: واش انا اللي كنت في قلبك احفصة سنين؟ حركت راسها بآه. فرحته وما قدتهاش الدنيا. شد وجهها بين يدو وقال لها: قلبي سكنتي فيه منين شفت تعاملك مع عمران، وزدت عشقتك فاش شفت طيبة قلبك وحنانتك. حفصة قالت لي: حتى انا. احمد بهمس قال لها: كنبغيك، بصح ما بغيتكش في السنين اللي دازو، ولكن غنبقى نبغيك في كاع السنين اللي جايين. حفصة قلبها كيضرب وبصعوبة نطقاتها. قالت لي: حتى انا كنبغيك في اللي داز وحتى اللي جاي. جرها معنقها وبعد عليها. قال لها: خلينا نصليو. حركت راسها بواخا. بعد صلاتها ودعائها بحياة زوجية سعيدة، توحدت أجسادهم في ليلة مضوي فيها القمر، كما توحدت أرواحهم في السماء. ثقة حفصة في حبها خلاها تلاقى مرة أخرى مع أحمد، وربي كتب ليهم يتزوجوا ويعيشوا حياة زوينة. العبرة من قصتهم أن ربي كيعطيك على قد نيتك، وكل ما كانت ثقتك فيه كبيرة غيعطيك من خيره ويرزقك، غيوصل ليك واخا يكون في آخر الدنيا. وإلا الحاجة ما مكتباش ليك واخا تعيا ما تحارب عمرها تكون لك. والعكس صحيح، لكانت لك بلا حتى شي حرب غتجي عندك. النهاية.